ريادة الأعمال دي هي أنت المشروع. امتى اسيب الوظيفه وافتح بزنس؟ تلاقي إن الناس مثلا تقول لك اللي أنت ماشي فيه ده غلط أو اللي أنت بتعمله ده مش هينجح. الاس او بيز ازاي نقدر ان احنا نشغلها صح، وان انا خلاص هفتح بزنس فانا مش هصحى بدري، انت مش هتنام اصلا. تبقى أنت شاطر وأنت بتختار الوظيفة اللي تساعدك في رحلتك التانية. ستارت وذ واي. حط منظومة كويسة تتطبق في كل فرع، وكل فرع يبقى على حدة يطلع نفس جودة المال. الوعي اهم ولا الفلوس؟ الفلوس ممكن تحل لك أي حاجة، لازم اصلا بالبلدي كده قار ده يبقى قاري. بس مش هتعمل لك وعي ولا أساس صح تقوم بالبيزنس. بدات متاخر شويه انك تفتح البزنس بتاعك. جدا. انا لما جيت ابدا اشيمير ورامن ما كانش معايا اي حاجه، وما كانش معايا حتى مبلغ صغير ابدا بيه. الرامن بتاعك او البرودكت اللي انت بتقدمه شايف ان هو بيحل مشكله؟ انا الرامن بتاعي مش بيحل مشكله اكل، هو بيحل مشكله باشن، شغف. لو انت ما بقتش صبي عمرك ما هتبقى معلم. علشان انا بخليهم يعيشوا الذكريات والوقت الجميل اللي هم قضوه وهم بيتفرجوا على الانمي. طب ازاي السعر بتاعي ما يبقاش اندر فاليود وما يبقاش برضه في نفس الوقت اوفر برايسد؟ خطوات لو انت مشيت عليها في اي مكان تطلع نفس النتيجه في الاخر. يعني البريك ايفن بتبقى تقل نفسك كبزنس وايز قوي قبل ما تاخد قرار التوسع. كل واحد مرسوم عليه الجدول بتاعه، ما تقارنش نفسك بحد. عرفت ازاي تسعر البرودكت بتاعك؟ ومش دايما قرار التوسع ده يبقى حاجه صح. لو انت صرفت فلوس كتير البيزنس ده هيتعب قوي 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 علشان يبقى بروفيتبل. يعني سنه ادفع من جيبي سنه اخسر؟ اعمل حسابك على مصاريف سنه معاك. مفيش حاجه في البيزنس اسمها غالي ورخيص. هبدا بقى بسؤال راندوم جدا. ليه اخترت البيزنس ده؟ عيش بقى. هو مش انا اللي اخترت هو اللي اختارني. الموضوع ده يعني مش ستريت فورورد، مش ان انا رحت اعمل مشروع في الرمل. هو الموضوع ده بلفه شويه كده. انا مهندس كنت شغال موظف عادي جدا، مصدر دخلي اللي هو الوظيفه، وشغال في شركه محترمه. مم. بس انت عارف ايه، لما بتيجي تقرب من ال40 كده ايه، بتبتدي تبص لحياتك كده وتفكر فيها وتشوف. انا كان نفسي يبقى عندي مشروع خاص بيا. كنت قاعد اتفرج بقى على الفيديوز بقى بتاعت الانتربرينورز بقى، جاك ما بقى وجيف بيزوس وستيف جوبز بقى. ايه ده، ايه الكلام الجامد ده. كنت تقعد يعني الدنيا دي خطفتني بصراحة، حتة ريادة الأعمال، وإن أنت يكون عندك الشركة الخاصة بيك اللي تقدر تشتغل فيها بقى وتقدر تعمل تحقق أحلامك والكلام ده كله. فالموضوع ده طبعا كانت السوشيال ميديا بتوريك الجانب المشرق من الموضوع. فأنا يعني اتوهمت وقلت الواحد لا فعلا لازم يبقى عنده كارير خاص بيه. دي كانت البداية. طبعا الشغل دايما الوظيفة بيبقى فيها مشاكل، فأنت بتتخيل ان ريادة الاعمال فيها تحقيق كل احلامك، وان هي هيبقى الموضوع يعني. ايه اللي نور لك في دماغك وقتها؟ كان ايه الحافز اما شفت الناس دي وسمعتهم فقرت لهم لا انا عايز افتح بزنس؟ ايه ريفينيو ستريم فاينانشال وايز ولا كان ايه؟ اكيد طبعا الريفينيو ستريم ده جزء، طبعا ده جزء. رقم واحد انا عايز الاولويه. الاولويه لا، ان انت تحقق ذاتك، ان انت تحقق ذاتك، ان انت يكون عندك شركتك تقدر تعمل فيها الفكر بتاعك وتنفذ فيها افكارك، وتكون حاجه يعني ايه زي ما بيقولوا اثر كده خاص بيك انت، يبقى دي حاجه اللي انت حققتها. يعني انا لما كنت بسمع الناس المشهوره في رياده الاعمال، وكنت قاعد بسمع النصائح اللي بيقولوها والكلام اللي بيقولوه، كنت بقول ايه الجمال ده. يعني يا ريت الواحد يوصل في يوم من الايام ان هو يعمل حاجه زي كده يعني. كان عندك كام سنه وقتها؟ ده كان قرب كان اوائل الاربعينات كده، 41 42 في الاوائل. حسيت ان انت حسيت ان انت بدات متاخر شويه انك تفتح البيزنس بتاعك؟ بص، انا الموضوع ده سؤال مهم جدا. انا فعلا حسيت ان انا بادي متاخر. يعني حسيت ان انا بادي متاخر في الرحله بتاعتي، وان في ناس ابتدت من قبليه بكتير. بس لما قعدت اعرف الموضوع وافكر في الموضوع وعملي بقى، لما دخلت في الرحله نفسها اكتشفت ان كل واحد ليه الريتم بتاعه. ما ينفعش ان انت تقول ان ده سابق ولا ده متاخر. هو كل واحد الريتم بتاعه مظبوط عليه، ما فيهاش تقديم ولا تاخير. يعني انا مثلا لو كنت بدات من غير ما يكون عندي الخبره بتاعه الوظيفه والبوزيشنز بالظبط اللي انا دخلت فيها، ما كنتش هوصل للي انا وصلت له. لو كنت انا ابتديت بدري ما كنتش هيبقى عندي تراكم الخبرات اللي هيأهلني ان انا اجري بسرعه لما اجي افتح المشروع. فهو ده اللي بيحصل. ممكن واحد تاني يبدأ بدري بس هيفضل يغلط غلطات كتيره جدا عقبال ما يتعلم منها. هي نفس الدروس اللي انا اتعلمتها من السنين اللي قضيتها في الوظيفه. فهيبدا يسكيل في السن ده اصلا. بالظبط. فهي هي اه او مش هي
كل واحد مرسوم عليه الجدول بتاعه، ما تقارنش نفسك بحد. انت تاكد ان انت طالما انت ربنا وراك الرؤيه ان انت هتقدر تفتح بيزنس وان انت بتسعى فيها، تاكد ان هو ده كده الوقت المناسب ليك. ما مالكش دعوه بقى مين سابق مين متاخر، دي بتاعتك انت. احنا دايما علشان بقينا عايشين في الفتره دي بالذات انك تيجي طبعا تتفرج على منصات السوشيال ميديا، وان البيزنس اونرز تلاقي واحد كاتب لك ان هو 21 سنه و6 فيجرز والجو ده وسي او. فدايما بقى الشباب عندها الوهم اللي هو انا لو ما حققتش ذاتي في العشرينات، وده اكبر غلط، مفيش حد بيعمل كده، انا كده فشلت انا هقول لك على حاجه، والموجه فاتتني. اول حاجه يعني هو ما فيش شورت كات في البيزنس. يعني انت رحله البيزنس دي هتاخدها فما فيش شورت كات. هي رحله معينه ومراحل معينه لازم تاخدها، وما ينفعش تستعجل النتائج. لو استعجلت النتائج مش هتكمل الرحله للاخر. الحاجه التانية ان انت ما تعرفش الراجل اللي هو السكس فيجرز ده، انت ما تعرفش هو ابتدى امتى والظروف اللي عدى بيها ايه، ابتدى اصلا ولا لا. يعني انت ما تعرفش هو ظروفه. الناس اللي ناجحه اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا دي، ايوه اقعد كده غوط شويه كده شوف تمظبيط. هم شافوا ايه وعدوا بمراحل عامله ازاي وتعبوا قد ايه عشان يوصلوا للي انت شافه دلوقتي مبهرج على السوشيال ميديا. ده كان هدومه مقطعه قبل كده وبيتضرب. فما يعني ما تنبهرش قوي. هي رحله رياده الاعمال هي رحله لازم تاخدها بحلوها ومرها، وهي اكسبيرينس فيها بقى حاجات كتير. فيها ان انت بتغير شخصيتك نفسها، انت بتتعلم حاجات بتغير فيها من شخصيتك ومن طريقه تفكيرك. ده اللي انا اكتشفته بقى، ان انت يعني عمرو اللي هو الموظف ما لازم يكون واحد تاني علشان يكمل رحلة ريادة الأعمال. لازم يكون عنده مايند سيت مختلفة، عنده طريقة تفكير مختلفة، توقعات مختلفة، اهتمامات مختلفة، حاجات كتيرة جدا بتكتشفها ان علشان تكمل رحلة ريادة الأعمال لازم تطورها. يعني هديك مثال. مثلا انت مثلا قعدت مثلا 20 سنه موظف. 20 سنه موظف، انت بتشتغل بتروح مواعيدك كل شهر من الصبح من 8 ل 5 مثلا، تيجي اخر الشهر مرتبك في جيبك. ده 100%. يعني ايه؟ خلاص انت بتبقى مطمن اشتغلت ولا ما اشتغلتش، فلوسك في جيبك. رياده الاعمال العكس تماما تماما. ريسك. دي جزء. الجزء الثاني ان انت بتقعد فتره كبيره جدا تشتغل من غير مقابل. مش حتى مقابل مادي، مش هقول لك بتشتغل من غير مقابل ان حد يقول لك تمام انت ماشي صح او ان انت برافو عليك. لا، انت ريادة الاعمال بتشتغل وتتعلم حاجات جديده وتطبق حاجات وتغلط وتتعلم لفتره طويله جدا، عقبال اصلا يعني ما يجي لك الهام كده ان انت لا ماشي على الطريق الصح، او يجي لك ريورد معنوي. ممكن تبدا رحله رياده الاعمال وتلاقي ان الناس مثلا بتقول لك اللي انت ماشي فيه ده غلط او اللي انت بتعمله ده مش هينجح. فلازم تكمل وتكمل وتستمر لحد لما بعد فتره يجي لك ريورد ان انت ايه، ناس تبتدي تاكد لك ان انت ماشي في الطريق الصح او ان اللي انت بتعمله ده حاجه فاليبل. حلو قوي. بعديها بفتره لما تبقى الموضوع ده بقى يتحول لمنتج، والمنتج ده تعرف او خدمه يعني وتعرف تسوقها والناس تقدر تديك مقابل مادي، تبتدي تحس ان فعلا انت بقى عندك بيزنس وان انت بقى في ريورد مادي. اللي هو اللي انت كنت بتاخده في الوظيفه مسلم، لا، الريورد المادي في البيزنس مش كده خالص. ده كمان الريورد المادي ده مش هيكفيك، فانت بعد فتره كمان تانية من العمل والاجتهاد تبتدي تاخد بقى ريورد يعني مادي يكفيك. فتخيل مثلا انت عشان في الوظيفه توصل ان انت تاخد مرتب اخر الشهر، شوف انت قضيت كام سنه دراسه في الجامعه وبعدين كام سنه خبره عشان تيجي في اخر الشهر تقبض مرتب. ما انت رياده الاعمال كده برضه، انت محتاج تقضي وقت دراسه واجتهاد علشان تقدر تطلع منتج او تقدر تطلع حاجه الناس تقيمها بفلوس وتديك حقها يعني. فهي رحله لازم تكملها. الكلام ده بقى علشان تنقل من تفكير الوظيفه لان انت تقدر تعمل مجهود. ازاي عملت مايند سيت شيفتنج اصلا؟ يعني انت بتقول اشتغلت 20 سنه صح كده موظف، يعني انت اصلا بقى دماغك محصوره في الحته دي بالظبط. ازاي بقى عملت مايند سيت شيفت؟ ولا انت اصلا من الاول كنت حاطط في دماغك ان انا هشتغل سي اكس سنين، عدد سنين معينه لحد ما بقى قادر؟ خالص
خالص. انا كنت شغال في وظيفه وكنت مستقر، وكنت عادي جدا بشوف الكارير باس بتاعي في الوظيفه، واشوف ان انا السلم الوظيفي يعني يعني ما كانش عقليه هترقى ازاي. بزنس اونر. لا 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 خالص خالص. هي انت بيجي لك زي ما بقول لك كده وقت، يعني ايه، بتحس ان انت عايز تعمل اثر تاني او عايز تعمل حاجه خاصه بيك، ودي ما بتكونش واضحه من الاول. وساعتها لما بيجي لك الفكره دي ما بيبقاش واضح انت هتعمل ايه كمان. يعني بيبقى عندك كده هاجس، لا انا عايز اعمل عايز ابدا في حاجه. ايه هي بقى؟ بيقعد تخبط بقى، وممكن تبدا وتفشل وتجرب وتغلط والكلام ده كله، لحد لما تبتدي بقى تعرف ان انت لازم انت كشخص تتطور او تتغير. اللي هو الشخص الموظف كويس وكل حاجه، بس هو مناسب للوظيفه، لازم يتحول لواحد عنده مايند سيت تانية مناسبة لريادة الأعمال. من ناحية بقى تقبل الريسك، المخاطرة، ازاي تتقبلها، وازاي تتقبل ان انت تعمل مجهود لفترات طويلة وانت مرتاح البال. امتى اسيب الوظيفه وافتح بزنس؟ والله بص، السؤال ده مش هقول لك بقى ان انت لازم تتفرغ من الاول. خد بالك الاجابه الصح، او اللي انا العمل اللي انا عملته ان انا لحد دلوقتي هو انا بقالي مثلا ايه 5 سنين في موضوع رياده الاعمال اهو. انا ما سبتش الوظيفه لحد لما احنا قاعدين دلوقتي، انا لسه حاسس انك موظف مش زي ما انا جاهز، برضه. حاسس انك مش جاهز تسيبها، مع ان يعني ما شاء الله مطعمك. الحمد لله. يعني لا، هي الفكره كلها ان انت بيبقى عليك التزامات ماديه بقيمه معينه، عندك ولاد وعندك مدارس. فرياده الاعمال زي ما احنا اتكلمنا كده هي رحله لازم تاخدها لاخرها علشان توصل لمقابل مادي يعيشك. دي بتاخد فتره، فتره مش قليله كمان. فانت ما ينفعش ان انت تقول انا هخاطر بالبيت وبالمسؤوليات والكلام ده كله واسيب الوظيفه واروح لرياده الاعمال، لان هي مش هتديك المقابل اللي بيدولك الوظيفه في ساعتها. اوكي. فانت لازم تبدا كسايد بيزنس في الاول مش هسيبها على طول واروح افتح بزنس خالص. وادخل بصدري. لا 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 عشان بص عشان لا. في ناس كتير دايما عندها حته السوشيال ميديا اللي هو ايه برضه، حتى يقول لك انا مع احترامي مش قصدي اي حاجه، بس دايما عندهم فكر ضحله شويه، انا عبد عند حد، فانا لا انا هروح ابقى حر نفسي. مع ان اصلا الحاجه اللي انا بشوفها اي بزنس اونر في الدنيا، هو لو هي ماشيه كده هو بيبقى عبد عند نفسه في الاول، او بيبقى ده في موظف عند الوظيفه، نفسه. انت عبد عند نفسك. في البيزنس انت عبد عند 50 عند واحد. خمسه فاللي هو الموضوع مش بيبقى كده، يعني انت مش هتوصل للفريدوم على طول، وان انا خلاص هفتح بزنس فانا مش هصحى بدري، انت مش هتنام اصلا. بالظبط كده. هو ده بقى اللي انت بتكتشفه بقى لما انت تيجي تبدا انت رحله رياده الترس الاعمال. الكبير، لو انت معترض ان انت بتشتغل من 8 ل 5، مش فانت في 24. رياده الاعمال انت هتشتغل 24 ساعه ومش هتنام. ومش معنى ان انا حققت ريفينيو ستريم على طول يبقى انا اسيب الوظيفه، يعني ده مقياس، لا ده انديكيتور. خالص خالص. بص انا عايز اقول لك على حاجه، ما فيش حد فينا ما عندوش مسؤوليات. حلو. تمام. حته ان انت يكون عندك دخل ثابت يقضي مصاريف العيله دي حاجه مهمه جدا. لو انت متفرغ خالص لرياده الاعمال او للمشروع بتاعك، بس جات لك فتره ضغط وما عندكش سيوله في البيت تقضي مصاريفك، هيبقى عليك ضغط زياده كمان، هيخليك ممكن تتسرع، ممكن تاخد قرارات مش سليمه. فمهم جدا ان انت لما تاخد قرار التفرغ للمشروع بتاعك يكون البيت عندك متأمن او مسؤولياتك في البيت متأمنة، علشان ما يبقاش عليك ضغط زيادة. سواء بقى انت محوش مبلغ تديهولهم تقول لهم يا جماعة خلاص المبلغ ده خلوه معاكم، ما حدش يكلمني في مصاريف في البيت مثلا لحد لما اول من المشروع لسنتين، لو انت قدرت تحوش مبلغ. او ان يكون في مثلا يعني يكون في دخل يخلي الهيدك بتاع المسؤوليات الشخصية دي قليل، علشان تقدر تاخد رحلة ريادة الأعمال براحتك. تعرف تاخد المشروع بتاعك سواء الدنيا زادت أو قلت، يبقى أنت إيه، تعرف تبقى هادي وتعرف تفكر وتاخد قرار. فأنا زي ما بقول لك أنا لحد دلوقتي أنا الحمد لله موظف في الوظيفة. هي الفكرة بقى إن إيه، تبقى أنت شاطر وأنت بتختار الوظيفة اللي تساعدك في رحلتك التانية. يبقى عندك بالانس. يبقى عندك بالانس، يعني برضو ايه، كل ما انت تقدر توفق بين الحاجتين كل ما انت هتبقى مستريح، وشويه تقل دي عن دي وشويه تقل دي عن دي. يعني مش صاحب بالين كداب زي ما بيقولوا. لا مش شرط، مش شرط لا خالص. مم. لا مش شرط. الواقع بيقول ان بالعكس، انت لو انت قادر، انت لا. تقدر. يعني لو انت تقدر ان انت تبالانس بين الاتنين ده احسن وضع، علشان يبقى البيت عندك متأمن واعصابك هادية. لو انت هتتفرغ للمشروع بتاعك،
يعني هيبقى هتعدي بس بفتره صعبه، وبعدين ان شاء الله ربنا هيسهل لك الامور بعدين. طيب في المقام الاول، انا دلوقتي موظف هفتح بيزنس، الوعي اهم ولا الفلوس بالنسبه لي دلوقتي؟ انا ما عنديش خبره جامده قوي، بس معايا رقم فلك ابدا بيه بيزنس. تمام. هنا الفلوس اهم عموما ولا الوعي؟ 100% الوعي. 100% الفلوس لو انت دخلت عملت بيزنس بالفلوس. والفلوس ملهاش معنى، يبقى انت مش يعني البيزنس ملوش معنى او الفكره ما فيش معنى اول حاجه انا للبيزنس عايز اقول قصدي. لك، انت كل ما انت تبدا البيزنس من غير ما يكون معاك فلوس خالص، كل ما يبقى احسن لك. ليه؟ هقول لك ليه. الفلوس ممكن تحل لك اي حاجه، بس مش هتعمل لك وعي ولا اساس صح تقوم بالبيزنس. بمعنى ايه؟ انا ابتديت بيزنس ومعايا فلوس وعايز افتح مطعم مثلا. طب ما تطبق لي كده ده على شيمير ورامن. اطبق لك ده على يا ريت، الشمال. عشان انا لما جيت ابدا ايشيمير ورامن ما كانش معايا اي حاجه، وما كانش معايا حتى مبلغ صغير ابدا بيه. انا قلت هبدا كسايد بزنس زي ما مم. اتفقنا ومن غير فلوس خالص. فانا اول حاجه انا ابتديت في البيت، ما خدتش مكان ولا خدت اي يعني، ولا مم. خدت حتى كلاود كيتشن في الاول خالص. قلت انا هبدا من مطبخ البيت. مم. فبتبتدي تتعلم اساسيات رياده الاعمال، ان انت لازم تستغل الامكانيات المحيطه. تمام. اول حاجه ان انت لازم تبروف الكونسبت، تتاكد ان اصلا الفكره بتاعتك دي هتجيب معاك او هتجيب مع العميل او هتجيب مع الناس. ازاي بالتست ده؟ بالتست ده ان انت بتعمل حاجه اسمها MVP، مينيمم فاليبل برودكت، منتج اولي صغير. تمام. في الصفات الاساسيه للمنتج بتاعك بامكانيات المحدوده جدا، وتبتدي تجربه. انا عايز اقول لك ان انا اول طبق رامن عملته، كنت لسه بجرب في الاول. كان وحش جدا بصراحه. كان بتجرب بقى، لسه ما اعرفش اي حاجه لسه. يعني فكره الرامن دي كانت فكره جديده وما فيش حد علمهولي ولا حتى سافرت بره، فانت ايه بتجرب. فلو انا بقى فاتح مطعم، انت ما سافرتش انا ما سافرتش بره. يعني؟ ما طلعتش في واقول لك اليابان؟ الحمد لله ان انا ما سافرتش اليابان. يعني ليه؟ هقول لك حاجه. اول حاجه يعني انا اي بزنس اونر مثلا بالذات في مجال الاف ام بي دايما سافر المكان ده. واحد مثلا بتاع نابوليتان بيتزا لازم يطلع نابولي يا باشا ويدوق البيتزا النابوليتان. دي طريقه طبعا، فاهم؟ هو مش غلط الكلام ده، مش غلط. بس انا بقول لك السورس. انا يعني هقول لك حاجه. مثلا انا العميل بتاعي، العميل المصري يعني اللي هياكل الرامن بتاعي، مش الزبون الياباني، الزبون المصري. بس انت عنده فانا ياباني قوي صح؟ ما هو هي دي بقى ده التوفيق بقى من عند ربنا. انا لو كنت سافرت اليابان وتعلمت الطريقه الياباني في الرامن، ما هو في هنا رامن اللي بيعملوا ناس يابانيين في مصر، مم. بس بيبقى مش مناسب للذوق المصري. بمعنى ايه؟ انت في اليابان بتعمله بالخامات الياباني، بالتوابل الياباني، بالريسبي والذوق الياباني. فمش شرط ان الكلام ده يكون مناسب للذوق المصري. عشان كده لما بيجي حد يجيب مثلا كونسبت من بره، لازم اللي هو بيسموه يمصره شويه. اوكي. ليه؟ لو انا عملت لك، لو انا خدتك دلوقتي من ايدك ورحنا اكلنا الرامن بتاع اليابان، بنسبه كبيره جدا مش هيعجبك، بنسبه كبيره جدا. انما لما انت تقعد تاخد الكونسبت نفسه وتقعد تعمله بس بالذوق المصري. ليه؟ لان في الاول في الاخر احنا اللي هناكل. يعني الكونسبت لازم يبقى ماشي مع التراديشنز والانفايرمنت، مش شرط عشان هي فكره مطرقعه بره يبقى انا اطبقها هنا فانا طبعا كده انا جامد. طبعا. امال المشاريع بتفشل دي؟ ما ينفعش دي تاخد حتة. الموضوع كوبي وبيست. اشرح لي زياده بقى عشان دي حته مهمه قوي. ماشي. تاني، انت بتاخد فكره المشروع. يعني انا عايز اقول لك، انا لما جيت اعمل الرامن خلاص، طب ما انا في الاخر هعمله هنا. فطب الخامات، يعني انا مثلا الرامن اشتغلت بخامات في اليابان. لما جيت اعمل الرامن في مصر، طب انا هستورد الخامات دي ازاي من اليابان؟ هتبقى استيرادها غالي جدا. طب الرامن هيبقى اسعاره فلكيه، ومش شرط ان الخامات دي هتعجب الناس. فبقى لازم اتعلم ايه كل الخامات دي اساسها ايه، وازاي استبدلها بخامات موجوده عندي متاحه وسعرها يكون معقول. بس ما تغيرش الكونسبت يعني بس تعمل ما ده. غيرش الكونسبت. الله ينور عليك. يعني يكون رامن ياباني تمام بنفس الكونسبت الياباني، وماشي مع الثقافه بتاعتنا هنا بس ماشي مع والتراديشن. الثقافه وماشي مع الخامات اللي متاحه عندنا وماشي مع الحاجات اللي احنا بناكلها عامه. ما ينفعش ان انت هم مثلا في الرامن بيستخدموا حاجه اسمها بامبو شوتس مثلا، نبات بيتزرع هناك. بامبو، نبات البامبو ده بيعمل ايه بقى؟ حاجه زي البطاطس كده او زي البطاطا. اوكي. بس هو مش موجود عندنا. هو ده مثلا ده ايتم من الايتمز الاساسيه في الرامن الياباني. وتستو ايه يعني انا ما اعرفش. انا ما بدوس. بس بقيت ادور بقى ايه. طب احنا عندنا هنا ايه اللي مكانه؟ طب انت ازاي هتعرف هتريليت ازاي؟ طب انت مش عارف طعم.
بالطريقه اللي ندير بقى هتستفيد بخبره الناس اللي حواليك. وبعدين انا كان يعني انت لازم مثلا ايه، يعني انا لما عملت الرامن، طب ما انا مش عايز ابعد برضه عن الكونسبت الياباني، ما انا مش هالف. فقعدت ادور على ناس يابانيين عايشين في القاهره، او ناس سافروا اليابان وكلوا رامن بره وعايشين في مصر. ايه اكتر حاجه طبعا البامبو شوت ده؟ في حاجه مثلا اسمها ناروتوماكي. اكيد برضو مش مصر. ناروتوماكي دي اللي هي بتبقى مدوره كده وفيها لفه بينك كده، دي موجوده في الرامن بتاع ناروتو. لو شفت الرامن اللي في الانمي اللي اسمه ناروتو، هتلاقي في حاجه اسمها ناروتوماكي كده، عباره عن ورده بيضه كده وجواها كده متخرمه شويه من ايوه من الجنب، وفيها جوه دايره كده ايه فوشيا شويه كده. فدي اتاري دي حاجه اسمها فيش كيك، كيكه سمك. هي بتتصنع في اليابان بالذات للرمل الياباني يعني، وليها مصانع خاصه بيها. هي حاجه بيبقى طعمها زي الكريم كده، عارف صوابع الكابوريا كده. بس هي بتبقى شكلها بالشكل ده، وبتتعمل صوابع كده وبتتجمد وبتتصنع. فانا لما جيت ابدا الرامن ابتديت اجيبها استوردها، دورت على حد بيجيبها في مصر، لقيت واحد بس، فبقيت اجيبها منه واشتغل بيها. شكلها ظريف وطعمها مش سمك قوي، بس طعمها كأن عارف الكراب ستيكس كده، بس طعمها بلاستيك شويه كده يعني، عشان هي طبعا بتسافر تصدير ففيها مواد حافظه جامده وكده. فشويتين والدولار غلي. انت يعني وبعدين غلي وغلي وغلي، فلا مش والمستورد اصلا ما بقاش يجيبها، خلاص بقت غاليه عليه هو كمان. فانت لازم تتصرف، عندك حل من اتنين، يا تشيلها من الطبق وكده هتغير الكونسبت. دي اسهل حاجه، ما حدش يقدر يكلمك. خلاص شيلها بقى، ما انت حاجه ما بقتش موجوده. يعني عندك عذر. انا قلت لا هعمل، ابتديت ادور على ريسيبيز ازاي تعمل الفيش كيك دي فريش من انجريدينتس موجوده. فلقيت ان ممكن تتعمل بالسمك الفيليه كخامه بقى. جبت انضف نوع سمك فيليه قشر بياض، وابتديت افرمه، وابتديت امشي بالريسيبي واتبله وافرده واعمل رول ظبطت بعد سنتين. ليه بقى؟ تراين ايرور سنتين؟ وده طبيعي؟ طبيعي جدا. هو عشان كده انا بقول لك ابتديت بيها واشتغلت وكل حاجه، قعدت اطور في طريقه عملها. يعني بعد سنتين بقيت راضي عنها. امتى عرفت بقى ان انت خلاص هي بالنسبه لك انت عندك رضا عن لما جالي ناس يابانيين في المطعم قالوا لي دي احسن من اللي عندنا في اليابان مليون مره، اليابانيين نفسهم. وطبعا بالنسبه لنا احنا هي طعمها تحفه. ليه؟ لان انت بتاكل سمك فيليه مستوي على البخار، تتبيله خفيفه. فانا بس كان مشكلتي كلها ان الشكل بتاعها ما كانش شيك زي بتاعت اليابان اللي جايه متصنعه. قعدنا نطور في الطريقه لحد ما بعد سنتين بقى شكلها احسن من بتاعت بره، وطعمها طبعا حاجه فريش. فانا ميزتي في الرامن ان الرامن بتاعي كل الانجريدينتس بتاعته فريش هوم ميد، زي ما كنت بعمله في البيت بالظبط. النودلز نفسها، النودلز بعملها فريش، الشوربه بعملها فريش هوم ميد بالتوابل والخضار والبون مارو في المعسشن يبقى فيه الفيتامينات كلها، كل الكلام ده زي ما كنت بعمله في البيت زي ما هو موجود في المطعم دلوقتي. وانا علشان اتاكد انا وعيلتي على طول هتلاقينا في المطعم قاعدين بناكل كل شويه ما بيسيبوني. دايما بحس انا ماليش قوي في النودلز، بس انا دايما بحس شكله يعني مش قصدي حاجه، بس انا بحسه اي كلام اللي هو مش هيديني النيوترينز اللي انا محتاجها او ما هو حرشه كده، فاهم؟ مش خد بالك احنا تجربتنا في مصر مع النودلز سيئه. احنا النودلز اللي هي سريعه التحضير، ايوه الكلام ده خلى عندنا ثقافه ان النودلز عباره عن ميه مغليه ومتبلات وكيماويات بنحطها كده عشان تعمل بدل الشوربه، ونودلز مصنعه اللي هي بتبقى فلاش فراي اللي هي مقليه في الزيت دي اللي هي سريعه التحضير. فده اسوأ فيرجن من الفيرجنز بتاعت الرامن دي. يعني زي ما شاف حلقه الدحيح، هم ابتكروها ايام زمان جدا علشان كان في مجاعه كانوا عايزين يعملوا اي حاجه سريعه يقدروا ينشروها بسرعه. بس انت ايه اللي يخليك دلوقتي تاكل دي طالما عندك نودلز فريش وشوربه فريش وبروتين وخضار؟ يعني ايه اللي يخليك تروح للنودلز سريعه التحضير؟ فهو ده الفرق. فانت عندك حاجه هي دي اللي بتحافظ عليها، ان انت يكون عندك رامن زي اللي بيتعمل في اليابان بكواليتي عاليه جدا، بس ما تكونش منفره للذوق المصري. يعني بالعكس، يكون ان انت لما تاكلها حتى لو انت اول مره تجربها تحس ان انت مبسوط مش مستغرب. بس الحمد لله. الكلام ده طبعا بياخد وقت عقبال ما توصل للمنتج اللي بيوصل للنتيجه للمرحله دي.
يعني انا قعدت مثلا في البيت اجرب اللي هي الترايل اند ايرور دي سنه. ما زهقتش ولا قست؟ هي دي بقى الفكره بقى. هي رياده الاعمال زي ما اتفقنا هي رحله، لازم تكون مؤمن ان انت هتوصل في الاخر، وانت بقى شغال في الرحله دي بتطور من نفسك. المتعة في الرحلة مش في الوصول. انت هتوصل ان شاء الله، وهتلاقي في كل كده كل ما تعدي مرحله هتلاقي الناس هتلاقي حاجه بتحصل كده تاكد لك ان انت ماشي على الطريق الصح، وان الناس بتقول لك انت عامل حاجه جامده جدا. بس انت لازم ما الحاجه الوحيده اللي مطلوبه منك ان انت ما تيأسش، طول ما انت مكمل في الرحله هتوصل ان شاء الله. ايه المشكلة الغالية اللي البيزنس كونسبت بتاعك بيحلها؟ يعني مثلا في ناس بتحب تسافر عشان أكل معين. هل انت شايف ان انت قادر تحل مشكلة زي دي، او انت الرامن بتاعك او البرودكت اللي انت بتقدمه شايف ان هو بيحل مشكلة غالية؟ انا الرامن بتاعي مش بيحل مشكله اكل، هو بيحل مشكله باشن، شغف. يعني هو الموضوع عشان كده بقول لك الموضوع جايب لفه شويه. هو الموضوع اصله ما كانش ان انا عايز اعمل اكل او ان انا عايز اعمل مطعم. ايه بقى؟ هو الموضوع جه ان انا كنت عايز اعمل حاجه في الشغف بتاعي. انا من زمان وانا بحب الحاجات الفيجوالز، بحب الافلام، بحب الانمي اللي هو الانيميشن الياباني، الكرتون الياباني، جراندايزر ومازنجر والطور بقى الحاجات النينجا وناروتو والكلام ده كله. آه ولقيت الناس اللي هم بيحبوا الانمي او بيتفرجوا عليه يعني هو جامد جدا، بتروح يعني لما بتتفرج عليه بتروح. فانا لما اتسالت انا خدت كورس علشان اعرف اعمل المشروع او اتعلم ازاي خطوات ان انا اعمل رياده الاعمال. بس ما حسيتش وقتها ان هي كانت فكرة مطرعة بس غريبة، فكرة مش فانا كنت هتلك؟ مرعوب ان انا اقول ان يا جماعه يعني الناس بقى عماله تقول انا الباشن بتاعي ان انا افيد الناس وان انا اعمل كورسات انا اقول لهم يا جماعه ان الباشن بتاعي ابسط من كده بكتير. طب انا بحب الانمي. انا عايز اجيب الطبق ده احطه بس هنا. لا ده قبل كمان ما كنتش اعرف ان انا هعمل روبن، يعني انا كنت عايز اعمل حاجه في الانمي. يعني ايه بقى اكتب انمي بقى ولا انا ما اعرفش، بس هو ده الباشن. قلت لا انا الباشن بتاعي الانمي. تاخد بقى ستيبس توصل في الاخر، بعد ما بتاخد الستيبس دي ان انت بتعمل لسته من المشاريع المحتمله اللي هي ممكن معموله بره في الباشن ده، بس هي مش موجوده عندك او فيها ماركت جاب في مصر. فلما عملت الليسته دي وكان عندي بقى مشاريع كتير تتعمل في الانمي، كان من ضمنها الرامن ده. فانا قلت بصراحه انا نفسي اكل الرامن ده اصلا. حاسك عمرو اصلا طالع من مانجا كده، فاهمني؟ من مجازين كم. بس فجت من ساعتها فكره الرامن ان انا عايز اعمل حاجه في الانمي. فاحنا طبعا بتوع اكل، انا بحب ما فيش حد في مصر ما بيحبش الاكل. فقلت لا هو الرامن ده انا نفسي اكله اصلا ومحدش بيعمله، او انا جربته في كذا حته لقيته يعني بشع، ملوش علاقه بالرامن اللي احنا بنشوفه في اليابان ده. اللي هو الرامن المصري. في ناس كانوا بيقولوا ان احنا بنعمل رامن. يعني انا لما كنت بروح مثلا انمي ايفنت او بحضر مكان بيقولوا في احنا بنعمل الرامن الياباني، فكنت بروح ادوق حاجه يعني وحش سيئه. مع انه معمول بالكونسبت، ولا هو مش معمول بالكواليتي؟ مش معمول بالكونسبت بقى، ما حدش درس الرامن وعمله صح. اوكي. هو الرامن علشان تدرسه زي ما بقول لك هو اكله صعبه. عارف الكشري؟ عشان تعمل طبق كشري انت عارف محتاج تعمل كام ايتم؟ صح. يعني رز وعدس وبصل وصلصه وتوميه كل حاجه بطريقه معينه، كل حاجه بطريقه او رامن كده. بس انت هتغرفه تك 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 وتاكله في دقيقه. في دقيقه. بتعمل امتى بقى؟ الرامن كده. يعني اللي بيجي ياكل الرامن ده لازم يعرف ان بقى لنا 3 ايام في المطبخ بنعمل طبق هو بيخلصوا في ثانيه. بيخلصوا في ثانيه ده. طيب انا دلوقتي لو شلت اسم إيشيميرو رامن على جنب، حلو، وشلت الديكور بتاعك، حلو، ايه اللي هيفضل؟ يعني ليه الناس هتجيلك؟ علشان انا بخليهم يعيشوا الذكريات والوقت الجميل اللي هم قضوه وهم بيتفرجوا على الانمي. يعني انت لما بتيجي تخش المطعم هو الموضوع مش انت مش جاي تاكل. انا بحس في الاجواء، يا اما كأن انا رحت اليابان فعايش في الجو اليابان لما رحت استمتعت هناك فبفتكر الذكريات. او لو انت كنت بتحب الانمي فبتتفرج على الانمي وتشوف الاكل اللي في الانمي. اصلا لما بتخش المطعم انت زي ما انت بتقول بتحس ان انت داخل فيلم انمي. الديكور كله انمي، المزيكا اللي شغاله مزيكه الانمي، الفايبس بتاخد هديه انمي اول ما بتخش. صور الشخصيات بتاعت الانمي موجوده.
انا بادئ معظم الوقت ببقى موجود، بادئ اقعد اتكلم معاك في الانمي لو انت ليك في الانمي وشفت ايه اخر حاجه بحب اتاك اون تايتن قوي بصراحه. لسه اخر حاجه طالع سولو ليفلنج، بس للاسف الجزء الثالث مش هينزل 2027. الموضوع ده عامل لي اكتئاب. لا في حاجات تانية. في حاجات تانية. البس لاير اكمله بقى. فانت يعني شيميرو رامن هو مش على الرامن بس، لا هو الفكره ان انت بتعيش جو الانمي واللحظات الحلوه اللي انت بتقضيها في الانمي، فبتبقى جاي مبسوط. فالرامن كمان بيكمل الصوره يعني، بس هو الموضوع اكتر كف. هل شايف دي حاجه بتخدم البيزنس اصلا؟ اه جدا طبعا. زي ما يعني بيتفرج على حاجات البيزنس، سايمون سينك قال لك ستارت وذ واي، يعني ابدا ليه ليه انت ليه عامل البيزنس ده اصلا، يعني هل في حاجه معينه كده، شغف او رساله او شفت انا حاجه؟ سالتك السؤال ده. اه. فلو في حاجه كده، مم. اللي بيتابع الموضوع او اللي عنده نفس الشغف ده هيريليت على طول، هياخد باله ان دي حاجه هو نفسه يجربها. ستارت وذ واي. اه ستارت وذ واي دي مهمه جدا. لو ما عرفتش اجاوب عليها، اللي هو انا ليه اعمل بيزنس ده، يبقى انا كده ما لا فهموش. لا بس ولا هيبقى، ادور على الواي. بص هي لما يكون عندك واي كويسه والناس تقتنع بيها، ده بيسهل لك الوصول للناس وبيخلي الناس جايه لك ليك انت. طب الواي دي انا بسالها لي، ولا اللي هو بحط نفسي مكان الناس؟ يعني انا ليه هاجي المطعم ده، او ليه مثلا انا هاخد البرودكت ده، ولا بالنسبه لك انت من وجهه نظرك؟ لا ولا بالنسبه لك انت، بالنسبه لك انت، انت بتتكلم. بس البرودكت في الاخر هو رايح للناس؟ ما هو الناس هتريليت عشان في اشكاليه. الواي بتاعك انت. انت نورت لي حاجه في دماغي، قول لي. معلش يعني. لا معاك. يعني في ناس كتير مثلا ممكن تفتح بزنس هو جامد جدا، وحرفيا بس من وجهه نظر، يعني هو بيبقى شايف صوره بس مش الصوره كامله، هو بيبقى عنده برسبكتيف دي اللي هو نقطه مهمه جدا. انا ليه البيزنس بتاعي فشل، مع ان انا عامل حاجه ما اتعملتش وما حصلتش صح. دي نقطه بس هي مهمه جدا. بالنسبه للناس هي مش عجباني انا، هي عجباك انت كبزنس اونر. برافو عليك. فعشان كده بسالك انت الواي دي بتسالها لنفسك، اللي هو انا ليه كعمر هعمل ده، ولا ليه الناس هتيجي تاخد البرودكت بتاعي؟ حلو جدا. بس هي دي بقى مرحله مهمه جدا. زي ما اتفقنا، مش احنا اتفقنا ان في الاول لما تيجي تبتدي المشروع بيبقى بتبروف الكونسبت، حلو. بتتاكد ان الكونسبت بتاعك ده صح وليه زبونه. جميل. دي نقطه مهمه جدا في البدايه خالص، قبل ما تكبر البيزنس. لما بتيجي تعمل اللي هو المنتج الاولي، انت لازم مرحله كده، هو مين اللي هياخده مني، العميل ده شكله عامل ازاي، قاعد فين، يعني هيطلبوا مني. طب هو العميل دلوقتي بيشتغل بمنتج بديل عامل ازاي، يعني هو هيجي لي، طب هو بيستخدم حاجه تانية ولا في بديل تاني بيديله الفايده دي بطريقه تانية. وايه طب اللي هو يكسب هيسيبه، العميل؟ هو هيسيب المنتج ده بيجي لي دي، خد بالك مش شرط ان انت تكون عامل منتج حلو ان الزبون يسيب البديل ويجي لك. دي نقطه مهمه جدا. اشرح لي. اشرح لك. انا دلوقتي بستخدم منتج مثلا معين، مثلا يعني في غسيل الملابس او في اي حاجه مثلا، تمام. في منتج جديد ظهر احسن من ده، حته ان انا اسيب ده واروح اخد المنتج التاني دي، ده قرار مش سهل خالص. البني ادم بيبقى ايه، عنده جزء مهم جدا اللي هو التعود، او ان هو عدم يريسك في قرار ان هو يغير حاجه بحاجه، حتى لو دي احسن. حتى لو دي احسن. انا هوجع دماغي ليه؟ طب ما انا كده بعملها ومستريح، بدل ما اقعد اجرب حاجه جديده. طب افرض طلعت وحشه، صح. طب افرض الخدمه ما طلعتش احسن حاجه، وبتفلفل الجاب دي. وبتفلفل الجاب. مش سهل حتى لو ظهر منتج احسن ان انت تسيب اللي معاك ده وتروح لها، علشان انت متعود على ده خلاص. يبقى ايه السيلينج بوينتس بقى من هنا اللي انا اروح لها؟ لازم بقى، مش لازم زي ما بقول لك كده، اول حاجه تريليت لحاجه عاطفيه عند المستخدم، يعني تريليت لحاجه تخلي مش قادر يقاوم غير ان هو ياخد المنتج بتاعك ده. حاجه يعني زي ما بيقولوا ايه، حاجه في المشاعر، تريليت المنتج بتاعك للمشاعر، علشان كده تلاقي براندز كتيره كبيره مش بيكلمك على فيتشرز المنتج خالص، بيخاطب المشاعر بتاعتك انت. لما تيجي تاخد المنتج بتاعي هتحس بكذا وكذا وكذا، تمام. فدي اللي بتخليك ممكن. صح. ابل على سبيل المثال انت بتعيش اللكجر، يعني هي لكجري انت. غير ان انت لازم طبعا لما تديله المنتج مش هتديله ميزه واحده، انت لازم تعمل له اللي هي حاجه اسمها فاليو ستاكينج، ان انت بتعمله كذا فاليو. ده انت هتاخد كذا وهتاخد كذا وهتاخد كذا وهتاخد كذا، عشان
قرار البدايه ان انا اسيب المنتج ده واجي لك اقدر اعمله. فلازم احس ان انا لو ما خدتش المنتج ده انا هخسر كتير جدا. ده في 10 حاجات هاخدها مقابل ده اللي انا متعود عليه باخد منه حاجه، فكده لا ممكن اوافق. انما لو انا مثلا ميزه قدام ميزه، لا انا هخليني انا على اللي متعود عليه. فده بتخليك وانت بتعلم من المنتج بتاعك لازم يكون فيه قيمه حقيقيه كبيره جدا للمستخدم، كبيره. على قد ما تقدر تقنعه بدي، على قد ما البيزنس بتاعك هيشتغل وهي. يعني فاليو واربطها بالمشاعر. فاليو ستيكينج، مش فاليو بس، يعني كذا فاليو فوق بعض واربطها بالمشاعر للمستخدم. اوكي. حلو قوي. دي عرفت ازاي تسعر البرودكت بتاعك ويبقى يعني مواكب للماركت هنا؟ لان اكيد برضو في برودكتس كتير انت كنت بتستخدمها وقتها، وقولي دلوقتي انت حلت المشكله دي ازاي وسعرته على اي اساس؟ بص، انا في الاول لما جيت اسعر في الاول خالص وانا في بدايه البيزنس غلطت غلطه كبيره جدا. كنت عايز تكسب؟ لا بالعكس خالص، انا كنت خايف وعارف ان انا عامل منتج جديد والناس مش متعوده عليه. فمع ان انا كنت جايب انضف خامات، لان انا بستخدم الخامات اللي بدخلها بيتي، فبستخدم انضف خامات، انضف نوع لحمه وانضف نوع خضار، وبكلفه يعني على قد ما اقدر. بس علشان انا كنت خايف فقلت لا انا هسعر المنتج رخيص علشان الناس ترضى تشتري، فكنت مسعره رخيص جدا. اللي حصل بقى تأثير عكسي، ودي نصيحة للي بيعمل أي مشروع جديد، إن هو ما يبخسش بثمن المنتج بتاعه، لأن برضه السعر بيدي كده برسبكتيف للقيمة، أو صح. بيدي مؤشر للقيمة. مش معنى كده هرخص يبقى انا كده هكسب اكتر. أنا عايز أقول لك إن أنا اكتشفتها إزاي. أنا اشتغلت وابتديت أبيع، وبعدين لقيت فيدباك كده من حد من العملاء بيقول لي هو معلش سؤال، يعني هي اللحمه دي لحمه ايه؟ قلت له دي لحمه بلدي، انت كنت بجيبها من الجزار الفلاني. قال لي مستحيل، ده الجزار ده غالي جدا. قلت له اه. قال لي الله، ده اذا كان الناس المنافسين ليك بيعملوا بلحمه اقل من ده بكتير ومستورده وبتاع واغلى منك 3 اضعاف. فقال لي لا ده انت كده بتعمل حاجه غلط. فساعتها انتبهت ان اول حاجه ان انت من طرق التسعير ان انت لازم نيفر دي فاليو. بالظبط. ما تحط القيمه اللي انت فعلا مقتنع بيها كجزء من التسعير بتاعك. الحاجه التانيه ان السعر برضو بيربط بالقيمه ده ذهنيا كده لا شعوريا. فانت ما لو انت عامل قيمه حقيقيه في المنتج، حط السعر اللي انت شايفه مناسب. بس ليك دور بقى مهم قوي، ان انت توصل الصوره دي للعميل يفهم هو هيدفع ثمن غالي مقابل ايه. طب ازاي السعر بتاعي ما يبقاش اندر فاليود وما يبقاش برضه في نفس الوقت اوفر برايسد؟ اقول لك بقى بعد ما الواحد اتعلم بقيت اعملها ازاي بقى دلوقتي. بتحط ثلاث، يعني انت مثلا لو بتعمل سعر بتحط 3 اسعار جنب بعض وتاخد ليهم المتوسط. ماشي، بس انا امتى لو انا هحط مثلا من برسبكتيف الكاستمر اللي داخل امتى هو يدخل لي يقول لي لا ده مش غالي، ده كويس، بالعكس ده هو مخدوم فلازم يبقى اعلى؟ بص، وامتى يدخل يقول لي تاخد في اعتبارك سعر المنافس نمرة 1. ماشي، بس انا هنا بتكلم على البيزنس بتاعك، لان برضو انت ما عندكش منافسين في مصر، فانت مفيش بنش مارك. فانا مش فاتح محل، انا مش فاتح محل كشري، فالموضوع بالنسبه لي صعب. يبقى اول طريقه بالتكلفه. يعني بشوف انا صرفت قد ايه عشان اطلع المنتج ده، وبحط هامش الربح اللي انا شايفه مناسب ليا، واقول يبقى المنتج ده سعره، يبقى ده المارجن بتاعي، ده المارجن بتاعي. ده اول طريقه وابسط طريقه. لو انا ما عنديش منافسين. لو انت ما عندكش منافسين، بص هو 100% اللي يبقى ليك منافسين. المنافسين يا اما دايركت بيعملوا نفس المنتج، يا اما ان دايركت بيعملوا منتج تاني بس بيخدم نفس الحاجه. يعني انا مثلا بعمل رامن، طب ما في ناس تانية بتعمل نودلز. هو النودلز مش رامن بس بيأدي نفس الغرض. فانت لازم يكون ليك منافسه، لان العميل بنسبه كبيره هو حاليا بيستخدم حاجه معينه، لازم تعرف ايه هي. يعني ما ينفعش تقول انا ماليش منافسين خالص، لا. لو انت مالكش منافس دايركت بيعمل نفس المنتج بالظبط، فانت ليك منافس ان دايركت، حد بيعمل منتج شبهه العميل مش لازم يبقى زيه بالظبط، بيه نفس الغرض بالظبط. طب بس لو مش انا لازم يكون زيه. لو بكريت حاجه جديده بقى، لو بكريت حاجه جديده زي ما قلنا، لو حاجه جديده خالص بتحط السعر الاولي اللي هو التكلفه بتاعتك، بتحط عليها مشاريع والتست، تشوف رد فعل الناس ايه. خد بالك كل حاجه في البيزنس ما فيهاش صح وغلط، ما فيش اي حاجه اسمها صح وغلط في البيزنس. في حاجه اسمها عميل موافق ان هو يستخدم ده. يعني
طب هقول لك حاجه، انا لو سعرت الرامن ده مثلا ب 10 جنيه، في عملاء هيقولوا لي غالي عليه برضه. لو سعرته ب 100 جنيه، في عملاء هيقولوا عليه رخيص. يعني حسب انت بتكلم مين. مفيش حاجه في البيزنس اسمها غالي ورخيص. مفيش حاجه اسمها، في حاجه اسمها ان العميل اللي انا قدرت اوصل له راضي بالسعر ده وشايفه مناسب للقيمه اللي بياخدها، يبقى انا كده تمام. اللي بيحصل بقى اللخبطه في ايه؟ ان انا بكون عامل منتج ومسعره لعميل، والاقي ان انا عميل تاني اللي بيكلمني مش هو نفس التارجت سيجمنت، او مش هو نفس العميل المستهدف. بمعنى ايه؟ بمعنى ان السعر اللي تحطه ده لازم تحط في اعتبارك برضو هو مين العميل اللي انت هتخاطبه. هل انت هتخاطب واحد شغال فمعاه فلوس اخر الشهر فيعرف يجيب لك يدفع ثمن المنتج ده، ولا انت هتخاطب شباب في مناطق شعبيه، ولا انت هتخاطب شباب في ميبيدا ولا في كومباوند سكني فخم؟ فالسعر ده فيه جزء نسبي. المهم ان انت يكون عندك حاجتين: عندك قيمه عاليه عارف توصلها للعميل وتشرحها له، وتعرف توصلها للعميل المناسب. اللخبطه بتحصل في الحته دي، اوكي. ان انت بتخاطب عميل مش هو المناسب للمنتج بتاعك بالسعر ده، مش عميلك اصلا. مش عاملك اصلا. بالظبط كده، بالظبط كده. فالفكره ان انا سينكرونايز الفاليو اللي انا بقدمها والبرودكت اللي انا بقدمه مع التارجت اودينس اللي بالظبط، ليا. اللي يقيم القيمه دي ويقدر يدفع ثمنها. اه، لكن لو هو جه قال لي مثلا ده غالي، انا ما اتهزش. الله ينور عليك. يبقى انت مش بتاعي. بالظبط. صح. بس لازم تشرح له هو ليه غالي، علشان برضو لازم هو يفهم هو ليه هو غالي. وتقول له هو انت غالي دي بالنسبه لك يعني ايه؟ يعني ما هو لو قال لك انت غالي ما تقولش لا مش غالي، لا ما ينفعش. مم. قول له فعلا هو غالي. ليه؟ انت عارف غالي ليه؟ علشان كذا كذا كذا. يقول لك اه تمام. قول له فلازم يكون في شرح. هي المشكله ان هو ما بيبقاش واصل له مفهوم الفاليو. ليه انت عامل السعر ده؟ مم. كلمه اشرح له، ما تصدوش. قول له فعلا لا انا معاك، هو غالي فعلا، انت لو شفت الحاجات التانية ارخص من كده بكتير، بس هو عندي غالي علشان انا بعمل كذا 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 كذا. اوكي، فهمتك. طيب، سؤال جه في دماغي دلوقتي مهم قوي. في حد ممكن يفتح بزنس دلوقتي، على سبيل المثال انا في الاف ام بي فتحت مطعم ونجح جدا وكسر الدنيا. اجي افتح فرع واتنين سواء جوه او بره يقعوا. فانا عايز اسالك على حاجه. ال الستاندردز اوبريتنج بروسيجرز او الاس او بيز، ازاي نقدر ان احنا نشغلها صح بحيث ان انا يبقى عندي معايير اي مطعم تبعي؟ انت كده كده عندك اكتر من فرع، صح كده؟ الحمد لله عندي فرق. ازاي يبقى كل حاجه ماشيه مع بعض، وان الطعم هنا يبقى هنا والتوابل هنا تبقى قد هنا ازاي بظبطها؟ تمام. عشان الموضوع ده صعب قوي. دي حقيقة. ارجع للحته الاولانيه اللي قلنا عليها، ان يعني كل واحد ليه رحلته. انا الحمد لله علشان اشتغلت في شركات مالتي ناشونال في بدايه حياتي كمهندس، فشفت الشركات الكبيره اللي ليها كذا فرع على مستوى العالم سنترال عاملين كيتشن. سيستم. لا كشركات بقى بتعمل انتاج منتج تاني خالص ملوش علاقه بالاكل. بس شفت الشركه لما يكون ليها فروع على مستوى العالم بتعمل سيستم ازاي يضمن ان الناتج يبقى ثابت. فشفت يعني ايه اس او بي، يعني ايه، يعني انت تعمل ستاندرد اوبريتنج بروسيدرز، خطوات لو انت مشيت عليها في اي مكان تطلع نفس النتيجه في الاخر. وقد ايه حته الجوده دي مهمه. يعني قد ايه ان انت لازم حاجتين مهمين جدا: التدريب والجوده. لازم يكون عندك سيستم كامل للتدريب. بمعنى ايه؟ لو انا فتحت 10 فروع وعينت من كل منطقه شباب يشتغلوا في المطعم بتاعي، هل في سيستم تدريبي ادربهم عليه ومواصفات للمنتج اوريها لهم وادربهم عليها، بحيث ان كل واحد فيهم يطلع نفس المنتج بنفس الطريقه؟ دي جزء مهم جدا. يعني حته ان انت تدرب الناس، تدرب الفريق بتاعك، ان هو مهما اي مكان يروحوا يبقى في سيستم موجود يدرب الناس دي، ويعني ايه وحاجه شرح للمنتج وتفاصيله تدربهم عليها يطلع نفس النتيجه. ده جزء مهم. الجزء الثاني حته الجوده، ان انت يكون عندك منظومه جوده في كل فرع. منظومه الجوده دي تتاكد ان الخامات هي ان المنتج هو
تتاكد ان كل المواصفات لازم يكون عندك آلية تضمن ان الكلام ده يحصل. ساعتها تقدر تكسباند او تكبر. لو انت ما عندكش الكلام ده، كل ما تيجي تكبر هتلاقي نفسك بتقع في مشاكل. وده اللي بيحصل لما يجي ناس تعمل فرانشايز يتوسعوا غلط. او يتوسعوا. ما بيكون، وممكن يكون عندهم سيستم على فكره، بس ما عندهمش آلية قويه تضمن ان السيستم ده مطبق. الاكسبانشن ده مغري. يعني انا مثلا لو فتحت فرع وجالي منه فلوس، طب ما انا افتح 10. صح. هنا بقى الخطر. انت ممكن يبقى عندك سيستم، والسيستم ده تقدر تفتح عليه فرع وتتابع الاثنين بنفسك وتطمن. بس لما تيجي بقى يعني تكبر وتفتح كذا فرع في نفس الوقت، السيستم ده يقع منك. فاللي انا اتعلمته برضو ان انت امشي بالراحه، ما تستعجلش. انا كنت في الاول بصراحه مستعجل. عندي مشروع حلو وعندي كونسبت جميل، وبصراحه يعني العملاء نفسهم لازم تفتح لنا في اسكندريه، لازم تفتح في زايد. وانا فعلا يعني ده الحلم بتاعي ان انا افتح في كل الاماكن دي فعلا. بس لما جيت اتسرع شويه حسيت قد ايه الخطوه دي لا مش سهله. لازم تعمل اساس كويس وخد راحتك خالص وخد وقتك، علشان لما تيجي تتوسع صح. اعمل بقى نظام مالي يقدر يتابع الفروع. سنترال كيتشن. اعمل سنترال كيتشن يضمن لك ان الجوده تبقى ثابته. انت ممكن تضمن ان الجوده ثابته من غير سنترال كيتشن، بس السنترال كيتشن ده هو نقطه لما يكون عندك عدد فروع زياده عن اللزوم، فبتعمل فرع مركزي يطلع لك الخامات لكل الفروع بنفس الجوده. بس مش في كل الاحوال بيكون ده مناسب. ليه؟ لحاجات كتيره جدا. يعني انت لما انا وجهه نظري ان انت مثلا لحد 3-4 فروع انت ممكن كل فرع يكون قائم بذاته. تمام. لان برضه السنترال كيتشن ده بيبقى فيه لوجيستكس، في انت لازم ده يبقى في النص بين المراكز. الحاجه اللي بتعملها هتضطر يبقى عندك زي ما بيقولوا فيه، او يعني لوجيستكس، نقل، طريقه نقل تنقل بيها الحاجات فريش لكل المطاعم. برضه لو حصل فيه غلطه صغيره الغلطه دي هتنتشر للفروع كلها. فانا الاسلوب اللي انا متبعه وشايف ان هو صح لحد عدد فروع معين. حط منظومه كويسه تتطبق في كل فرع، وكل فرع يبقى على حده يطلع نفس جوده المنتج. فالسنتر كيتشن دي فكره كويسه جدا بس مش في كل الاحوال. اول لما ابتديت تفتح الفرع التاني واجهتك مشاكل ولا السيستم اتطبق بحذافيره؟ لا هو ده مشاكل كتيره جدا طبعا. هل ده ممكن يكون نابع من فشل السيستم ولا ده طبيعي تراي ايرور؟ بص، البيزنس ما فيهوش صح وغلط زي ما اتفقنا. انت بتعمل خطوه بالمعطيات اللي عندك. لما بتعمل الخطوه دي بتكتشف ان في معطيات تانية كتير. يعني دايما هقعد الاقي مايلستون حتى لو كبرت وحصل لي اكسبانشن والبيزنس بتاعي بقى سكيلبل، ولا هي بتبقى ماشيه ان انا هبقى في مثلا يعني البوتل نيك او انا في عنق زجاجه لا عند فتره معينه وبعد كده الدنيا هتفتح معايا؟ هي كده ولا كده؟ لا هي ما هي بص، هي ما فيش حاجه اسمها بوتل. هو كل فتره او كل مرحله ليها بوتل نيك بتاعتها. تمام كده. وكل ما بتعدي المرحله الجديده اكبر بتواجهك تحديات اعلى من اللي انت كنت فيه. يعني انا مثلا في الفرع الاولاني كان عندي تحديات معينه، مثلا خاصه بان انا مثلا مكان صغير مش عارف اهندل عدد عملاء كتير. ده كان مثلا تحدي الفرع الاولاني. لما فتحت الفرع الثاني كان عندي تحديات تانية، ان انت الفرع التاني بقى لا ده في مسؤوليات مالية اعلى، ده انت في ايجار اعلى بكتير. في لازم تجيب بقى وجبات للعمال، لازم تدفع مواصلات للعمال، انت في مكان ابعد. لازم المنيو بتاعتك تبقى اكبر. امتى قول لي في الفرع الاولاني او كبدايه بزنس واما اجي اسكيل البريك ايفن بحسبها لازم استنى عائد امتى؟ يعني عشان دايما بيبقى في حد ممكن يفتح حاجه ويستنى عائد يقول لك انا من تاني شهر او من تالت شهر ما كسبتش. لا هتستنى. الطبيعي مثلا كام اكون مغطي كل مصاريفي سنه 6 شهور بخسر؟ والخساره في الاول بتبقى دي خساره ولا الطبيعي؟ بص يا سيدي، يعني البريك ايفن بتبقى امتى؟ بص ده سؤال يعني تقيل. لا وقول لي اللي حصل لك، يعني قول لي الصح من وجهه لا نظرك. بلاش. لا قول لي الاثنين لازم. طيب بص يا سيدي، اللي حصل معايا ان حته البريك ايفن دي او الربحيه، انت في الاول مثلا لما بتيجي بتبدا البيزنس بتبقى مركز قوي على حته الربح. انا عشان بعمل البيزنس اساسه ان هو بيزنس شخصي،
فانا مهتم من الاول خالص ان يكون عندي جزء الربح. ليه؟ لان انت عامل البيزنس ده عشان تكسب. فلما فتحت الفرع الاولاني كنت بدور على ان يكون مكان صغير. حصلت اللي دفعته امتى؟ الفرع الاولاني حصلته بعد اول 3 شهور. ده انت عملت بريك ايفن سريع جدا. الحمد لله. ليه؟ المصاريف بتاعتي كانت قليله. الايجار، انا واخد مكان جوه مول صغير مش كبير، ترافيك قليل. بس الحمد لله ان السوشيال ميديا هي اللي ساعدتني، وان الناس كانت الحمد لله مقدره المجهود اللي اتعمل في الفتره اللي قبل كده والدليفري، فالناس جات لي. فده خلى الحمد لله ان البريك ايفن يبقى بسرعه، ان انا يعني ايه، المجهود اللي انا عملته اخدت تمام. لما جيت اكبر فرحت المكان اكبر، في مول، في كومباوند مساحته اعلى. بس الكونسبت هو الكونسيبت هو بس مصاريفك بقت مختلفه تماما. فالبي باك بقى ابطا على لونج تيرم اكتر. مش بس ابطا، انت بتواجهك تحديات زي ما اتفقنا ما كانتش موجوده خالص في الموضوع الاولاني. كان على كام شهر البي باك بيريد وقتها؟ يعني اللي حطيته رجعته امتى بقى؟ تقريبا. اللي حطيته رجعته امتى؟ لا لسه ما رجعش. هو راح بس لا ما جاي. راحش، لا لا يعني راح هيجي ان شاء الله. بس انت يعني زي ما بقول لك كده، التوسع ده قرار مش سهل خالص. وعايز اقول لاي حد ان هو يعني عمل مشروع وماشي فيه وربنا كرمه ببيانات كويسه، اتقل، ما تتسرعش. انا عارف ان الفتره دي بيجي لك فيدباك كويس، والناس بتنبسط من المنتج بتاعك، وبيبقى كل حاجه بتقول لك اكبر. بس اتقل، تقل نفسك كبزنس وايز قوي قبل ما تاخد قرار التوسع. ومش دايما قرار التوسع ده يبقى حاجه صح، ومش مش بمنتهى السهوله ان انت هتبقى ماكدونالدز وهتبقى يعني الواحد بيبقى عنده احلام كبيره جدا، بس ما تستعجلش. ننزل على ارض الواقع. لازم ما تستعجلش، وحط اساس قوي جدا، وتاكد ان انت لما هتيجي تتوسع هيواجهك تحديات تانية. فلازم يكون عندك ريزيرف، لازم يكون عندك جزء مالي كده مخصص. المفروض يبقى كام شهر؟ يعني انا دلوقتي فتحت سنه كتير قوي. سنه؟ لا خالص. في المطاعم لا. مش 6 شهور؟ لا. يعني سنه ادفع من جيبي، سنه اخسر. مش هتخسر. سنه تخسر. سنه اخسر. سنه تخسر. وده طبيعي في اي بزنس. في المطاعم لا، في اي بزنس لا، في بزنس ثانيه لا، بس في بزنس المطاعم وبرضه ممكن يكون مش كل دي تجربتي الشخصيه، ممكن يكون في بزنس. في ناس بتقول لك 6 شهور، في ناس بتقول البزنس ده 6 شهور عشان حسب. كبير. في عوامل كتيره جدا، بس اللي انا اقدر انصح بيه ان انت لما هتيجي تفتح وتتوسع اعمل حسابك على مصاريف سنه معاك. يعني مش تاني شهر او تالت شهر البزنس ده ما جابش يبقى انا كده فشلت وخلاص. خالص خالص. مش انديكيشن اصلا. لا خالص. نفس يبقى طويل. يعني زي ما بقول لك كده، انت بتاخد خطوه جديده، ندخل نفسك في انفايرمنت جديده، في عوامل تانية خالص انت لسه ما واجهتهاش. فلازم تعمل حسابك ان انت يكون معاك زي ما بيسموها عباءه ماليه، او ان انت معاك كونتنجنسي تغطيك وتعديك من المرحله الخطر اللي في الاول لحد لما تسيستم نفسك على الوضع الجديد. انت هتروح لمكان جديد، في طبيعه عملاء تانية غير اللي انت واجهته، بيطلبوا حاجات تانية، لازم نفس يبقى طويل، التزامات ماليه تانية. هو ايه اللي بيحصل؟ المطاعم ليه بتقفل؟ ليه المطاعم بتقفل بنسبه كبيره جدا بالذات في بزنس المطاعم؟ لان الخطوات اللي بتتاخد ما بيكونش معمول حسابها ماليا كويس، خصوصا في حته التوسع دي. يعني انا عايز اقول لك، انا عشان اخد خطوه اول مطعم انا قعدت سنتين بعمل الرامن شخصيا. يعني قعدت سنه في البيت، اصحى الصبح انزل اشتري الخامات، اروح البيت اعمل الرامن في البيت، اخش على السوشيال ميديا اعمل بوستس، يجي لي اوردرات، اخدها على الواتساب، اخد الرامن واعبيه وانزل بعربيتي اروح اوصل، ارجع البيت اخد الفيدباك عن الاوردر، اغسل المواعين، وانام واصحى تاني يوم. تشغل عند نفسك. قعدت كده سنه تعمل كل حاجه. بعمل كده، وبتعلم كمان سوشيال ميديا، واتعلم ماركتنج، واتعلم. ما انت خلاص بقى انت بزنس اونر، فانت اول فتره دي. عشان كده بقول لك بتبقى انت المشروع، انت لازم تطور من نفسك كوعي، كمان ست، كمجهود.
وتتقبل الكلام ده وتبقى مؤمن ان هيجي لك النتيجه. قعدت سنه كده، وبعدين لما طلعت طبعا البيت بتاع كله شوربه فطلبت من البيت، فتحت كلاود كيتشن، او يعني اخدت شقه كده مع واحد صاحبي، قعدت اعمل منها دليفري سنه تانية، بس كنت جبت اول واحد يساعدني. ماشي، سنه كمان دليفري، كبرت شويه ايه الزون بتاعت الدليفري كده، وكنت برضه بوصل الحاجه، بس بقيت اجيب ناس دليفريه معايا. بعد السنتين دول ابتديت ابقى مطمن على الخطوه الثالثه، ان انا افتح فرع صغير. بعد ما فتحت الفرع الصغير ده لمده سنه كمان، خدت القرار ان انا افتح الفرع التاني. فعشان كده بقول لك ان انت ما ينفعش ان انت تريسك. طب هل انا كان ممكن ابقى اسرع من كده بالفلوس؟ ممكن، بس التجربه دي بتحدياتها دي اديت لك القدره ان انت خبره. تتعلم ازاي تحل مشاكلك بنفسك، وتتعلم حاجات جديده وتطبقها، مش ان انت تحل مشاكلك بالفلوس. يعني ايه؟ يعني انا كان ممكن بمنتهى السهوله يبقى معايا فلوس اجيب مطعم، بس كنت هلاقي بدل ما انا بلم فلوسي مثلا في 6 شهور، بدفع فلوس كتير علشان ادور المكان، بجيب ناس خبراء، بجيب ناس شيفات تقيله، بجيب حد ماركتنج مانجر تقيل، فبحل مشاكلي كلها بالفلوس. فانا كبزنس اونر مش هتعلم. يعني هي كل حاجه ممكن تتحل بالفلوس، بس ده هيخلي الاساس. في مقوله كده بتقول لك لو انت ما بقتش صبي عمرك ما هتبقى معلم. هي دي انا عايز اقول دي. هي دي اللي انا عمال الف وادور عليها. هي دي. عمرك ما هتبقى معلم من غير ما انت تبقى صبي. يعني انا لازم دلوقتي عشان اكون صاحب بيزنس لازم اصلا من البلدي كده الكار ده يبقى قاري عشان ابقى فاهم في الشغلانه، ولا لو انا فاهم اداريا ومش فاهم في البيزنس ده عادي اقدر اعمل اللي انا عايزه اجيب اي حد؟ لان في الاول وفي الاخر الكونسبت يعني اون مانجيريال ليفل اصلا هو واحد. تمام. صح. انا واحد فاهم مانج، فاهم اداره، صح. فاهم بيع، فكل حاجه دي اقدر ان انا يعني اعملها امبلمنتيشن في البيزنس ايا كان هو ايه. ده مظبوط ولا انا لازم اكون فاهم في الكار نفسه عشان افتح البيزنس ده؟ فانت قول لي وجهه نظرك. بص، ماشي. اول حاجه انت كلامك صح، انت ممكن تبقى انت اداري وتدور البيزنس بتاعك، بس انا عايز اقول لك على حاجه. كل ما انت تبقى فاهم في البيزنس بتاعك وتفاصيله اكتر، هيديك بريفليج، يعني هيديك افضليه واولويه ان انت تنجح في البيزنس ده. بمعنى انا زي ما احنا اتفقنا، انا ممكن اجيب، خصوصا في البدايات، انا بتكلم على البدايات وانت بتبتدي بيزنس جديد. انت ممكن وانت بتبتدي، انت راجل اداري، معاك اداره ومعاك فلوس، تمام، هقدر اجيب شيف شاطر هيعمل لي الرومان ده، واقدر اجيب مدير تسويق بيقبض كذا، واقدر اجيب شركه دليفري توصل لي الاوردرات بتاعتي، وشركه تمسك لي الصفحه، وشركه ترد على المكالمات. ينفع طبعا، كل ده ينفع، بس انا هصرف كام؟ والفلوس دي هترجع لي امتى؟ يعني انا لما اكون بادي بيزنس واستغل مهاراتي اللي هي الاداريه بس، انا مش هعمل حاجه، هجيب بقى مكتب، واجيب سكرتيره، واجيب شيف، وهصرف. الفلوس دي هتلمها امتى؟ اذا كنت انت لسه اصلا ما عملتش منتج وما بعتوش. فده كل ده هيعمل عليك اوفر هيدز. انا بتكلم وانت في البدايه علشان تعمل بيزنس وتقدر تقف على رجلك بيه، هتكون انت شخصيا البيزنس كشخص، كوعي، لازم تطور من الوعي بتاعك، لازم تتعلم كل التفاصيل اللي ليها علاقه بالبيزنس، سواء فنيا عمل المنتج، او التسويق، او الماليات. كل الاساسيات دي لازم انت شخصيا تتعلمها. ليه؟ لان انت هتكون الاساس اللي البيزنس ده هيطلع عليه بعد كده. فما ينفعش وانت في البدايه تست... تجيب ناس يعملوا لك الحاجات دي، انت مش هتتعلم. هو صعوبه البيزنس في ايه؟ ان انت بتعمل لك ترانسفورميشن، بتتعلم حاجات كتيره جدا علشان تقدر تقوم بيها البيزنس كشخص، وتبني عليها بعد كده. لو انت صرفت فلوس كتير، البيزنس ده هيتعب قوي 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 علشان يبقى بروفيتبل، او يعمل لك البي باك بيريود اللي احنا اتفقنا عليه. ليه؟ ان الفلوس اللي انت صرفتها ترجع لك.
لو انت ابتديت بسكيل صغير وتعلمت واحده واحده تعمل المهام الاساسيه والربح ده تحطه، المنظومه هتكبر معاك وهي مربحه. خد بالك الربح ده زي ما بيقولوا عليه KPI مهم جدا للصحه بتاعت البيزنس. يعني البيزنس الهيلثي بيبقى مربح من الاول، عشان في الجروث. من الاول، وكل ما بتكبر حاول تحافظ على الربح. في بيزنسز بتعمل ايه، اللي هي بتجيب فاندز وتضخ فلوس كتير وتكبر بيها، ليكويديتي عاليه. ليكويديتي عاليه، بس مش profitable. بينشر ربحيه، يبيع ويكبر. لو ده هدفه تمام. يعني في بيزنس بيبقى هدفه ان هو يكبر، زي مثلا امازون قعدت سنين هو كان جيف بيزوس بيطلع في اللقاءات يقول انا بقالي 20 سنه بيخسر ويضحك. طب بتخسر كام؟ بخسر بالمليارات، بكذا مليار دولار وبيضحك. هو عامل البيزنس ديزاين لكده يعني. بس لو انت مش عامل كده، حاول تبقى من وانت صغير عندك بروفيت، مصاريفك دايما اقل من الفلوس اللي بتجيبها فيطلع لك ربح، فالبيزنس يكبر على الاساس ده. تبقى دايما مركز انت مصاريفك هتضلعك من الاخر ولا لا. ليه؟ لان انا عايز اقول لك ان انا اول فرد عينته بارت تايم كان بعد سنه ونص من الشغل، لما بقيت بقى دخلي يقضي ان انا اديله مرتب شهري ساعتها لمده 6 شهور قدام، ساعتها عينته. طيب ده احنا لو بنتكلم انا ببدا بزنس من الصفر. لو انا ببدا البيزنس بتاعي. حلو. طب انا دلوقتي معايا فلوس، تمام. النجاح هقدر يعني انديكاتور النجاح بالنسبه لي في ان انا يبقى معايا فلوس وعندي خبره في تشغيل واداره الناس، تمام. ولا يبقى عندي خبره يعني في المجال نفسه؟ يعني اني الاهم ان انا يبقى عندي خبره في المجال او في القار اللي انا داخل فيه، ولا يبقى عندي خبره في اداره وتشغيل الناس؟ هو ما ينفعش افرقهم من الاثنين دول مهمين. انا بالنسبه لي انا شايف مثلا امثله كتير جدا. هو مش حلاق بس فاتح براند كبير حلاقه، صح. هو مش بتاع ونفس الراجل مش بتاع مطاعم بس فاتح F&B وناجح جدا. صح. هو مش بتاع موتوسيكلات مثلا. كلامك سليم 100%. هو فعلا يبقى ده موديل صح. بس هو اداريا حسب انت هدفك ايه تاني. هدفك التوسع وهتلم فلوسك بعدين ومعاك فلوس، ده موديل. يعني ده مش غلط، ده موديل. ان انا معايا فلوس بستثمرها فبضخ الفلوس دي في بيزنس واعين ناس مصاريفه هتبقى كتير. تمام. هفضل الم فلوس واحده واحده، بس البي باك بيريد تقعد معايا مثلا 3 سنين، ده موديل. بس لو انا شخص فاتح بيزنس علشان اجيب فلوس لبيتي، تمام، وهبدا واحده واحده، محتاج ان انت لا تبقى البروفيت بتاعك على قد ما تقدر من دي 1. ده موديل وده موديل، ما فيش صح ده الاثنين صح. تمام. حسب انت هدفك ايه. هدفك التوسع، هات فند وتوسع واعمل بيزنس كبير واعمل بيزنس بلان مظبوطه، وتبقى عارف بالظبط ان انت هتلم فلوسك دي بعد سنتين. لو انت قابل الكلام ده تمام، ده مش غلط. بس انا عايز اقول لك برضو على حاجه، دايما وانت بتعمل بيزنس بلان خلي بالك، علشان انت دايما بتبقى بايست. يعني ايه بتبقى بايست؟ انا لما باجي اعمل بيزنس بلان هبقى متحيز طبعا. هبقى متحيز ان انا معقول هعمل بيزنس بلان للمشروع بتاعي واحط فيه ان انا هخسر؟ اكيد لا، لازم تبقى واقعيه. فعلشان كده لو انت بتبدا خطوات صغيره وبتكبر وانت مربح، بتحط اساس قوي للربحيه، وان البيزنس بتاعك يبقى هيلثي، يعني يبقى دايما بيكبر من غير صرف فلوس بسهوله. لو انت الموديل بتاعك كبير وفي انفستمنت، خد بالك ان الانفستمنت دي لو انت مش مركز هتتسحب منك، هتوسع منك. كل حاجه هتيجي تتزنق فيها بتركز ان انت تحلها بالفلوس، مش بتركز ان انت تحلها بالخبره. ولازم يبقى فيها 3 سيناريو، الورست كيس سيناريو والبيست كيس سيناريو والسيناريو اللي في النص. الله ينور عليك. الله ينور عليك. فدي صح ودي صح، ودي ليها مخاطر ودي ليها مخاطر برضه. امتى الجهل في تفاصيل البيزنس بتاعك يبقى عيب؟ يعني انا دلوقتي انا كعزب انا مثلا شاطر اداريا وفتحت حاجه جديده، تمام، بس انا مش فاهم في البيزنس، انا مش فاهم انا فتحت رامن مطعم رامن، انا مش فاهم في الرامن، بس انا جايب ناس شاطره جدا فلازم ابقى فاهم في ده لازم، ولا انا لو جاهل بتفاصيل معينه عادي؟ الاحسن طبعا تكون انت تقيل في البيزنس بتاعك، مش بس مش فنيا. يعني مش فنيا، يعني في كتاب اللي هو اسمه ذا ايمس اللي هو اسطوره الانتربرينورشيب، هو بيتكلم عن الحته دي بالتحديد. بيتكلم على هل لو انا فني فاهم فنيا في البيزنس اقدر افتح بيزنس؟ لا، انت لازم تبقى فاهم فنيا واداريا. زي ما انت بتتكلم كده، لازم ابقى انا اعرف
ادير البيزنس دي من كل اوجه الشركه اللي هي ايه: ماركتنج، سيلز، فاينانس، الله. لوجيستكس، بلاننج. كل دي حاجات لو انت بتعمل بيزنس لازم يكون عندك الاساس بتاعها. بس لو لو انت انا عندك واحده بس منهم واقعه، البيزنس بتاعك هيقع في الحته دي. طيب تعالى مثلا كده نحط اولويه الاثنين. لو انا دلوقتي فنيا في ده قوي جدا تمام. مفيش زي، بس انا اداريا ما جيتش اقدر افتح البيزنس ده ولا لا؟ هتخسر على طول، هتقع. اه هتقع. دايما حد بتاع سيلز فاهم ريل استيت هو قفل لك التارجت يروح يفتح لك انا شركه. كنت المهندسين فاهم؟ دايما بيبقوا فاكرين ان هم عارفين كل حاجه، وانا كنت في شركه بقى مدير وبتاع، فطبعا يعني انا كنت دخلت بصدق. مدير اداره مقفل اللعبه بقى، انا خلاص مدير كبير وعندي اداره وانتاج وبتاع. لما جيت بقى افتح بيزنس الخاص بيا، لا لا، لعبه خيشت تانية خالص، لعبه تانية خالص. خيشت. اه، انا فاهم ماركتنج كونسبت، انما هصحى الصبح اعمل ايه في الماركتنج؟ لا ما اعرفش، ما اشتغلتهاش. اوكي. هصحى الصبح اعمل ايه في السيلز؟ انا فاهم ان السيلز بيبيع وبيقابل عملاء، بس هتعمل بقى كل يوم ما تعرفهاش. طب الفاينانس، انت عندك كم نوع من انواع المحاسبين في اداره الفاينانس؟ في كم نوع؟ اكونت بيبل واكونت ريسيفبل وبادجيتنج. في عندك جوه اداره الفاينانس 5 6 شغلانات، هيجي في وقت هتشتغل الخمس في مم. البيزنس بتاعك. فلو انت مش فاهم، لا مش فاهم اداره لا. مش يعني مش شرط عشان انت تكنيكال وايز جامد جدا في المجال ده يبقى انت تعرف تفتح بيزنس، بس انت ممكن تبقى هيبقى عارف. الاساس اللي تكمل بيه، بس لازم تبني المهمات. عشان كده زي ما بقول لك، رياده الاعمال دي هي انت المشروع، يعني مش البرودكت. انت شخصيا كشخص، التحول والاكسبيرينس اللي هتاخدها هو ده اساس المشروع. بس لازم تبقى فاهم كل حاجه عن حاجه، يعني rather than ان انت مثلا تبقى فاهم حاجه واحده بس انت اللي على واخد كل رايي حاجه كمان فيها. اه فاهم وتعملها بايدك. الاثنين. انا ده رايي. مش كل الناس كده. صعبه جدا. يعني حته ان انت تبقى فاهم كل حاجه في كل حاجه دي صعبه. بس انا بالنسبه لي لو انا هفتح بيزنس واضح وهينجح معايا، لا انا اكون فاهم انا مش فاهم توب، يعني انا مش توب تير في الفاينانس، بس انا فاهم بيزكس فاينانس حلو. تمام. فاهم سيلز، فاهم ماركتنج، فاهم جوفرنس، فاهم الحوكمه الهيراركي بتاع الشركه. فاهم مش لازم اكون ديب. هيجي وانت ماشي في الرحله، اه. هيجي في مرحله ما هتحتاج بقى كل الحاجات دي تكون متطبقه عندك. امم. يعني وانت في الرحله، في البدايه انا فاهم بيزكس واقدر امشي بيها الدنيا. يعني انا في البدايه كان عندي شيت اكسل، بحط بعت بكام واشتريت بكام، واساسيات بسيطه خالص. بس وانت بتكبر في البيزنس لازم تكمل المهمات كلها. لما بتيجي تكبر، لا، هتلاقي نفسك كل المهمات دي هتحتاجها. امم. حسب انت مرحلتك فين. بس لازم يكون عندك المايند سيت ان انت تبقى عارف ان البيزنس عشان يكتمل في العناصر دي كلها. دي نقطة مهمة جدا هتحتاجها. فهمتك. آه الاسكالابيلتي عندك ان انت يبقى عندك مثلا مارجن اكتر في محل واحد، ولا تشتغل ان انت تبيع كتير احسن لك في 5 فروع مثلا بس بمارجن اقل؟ هو هو تاني، هي دي صح ودي صح. هي لو تقدر تعمل ان كل فرع قائم بذاته يكون مربح، ده طبعا اوبتيمال. امم. لا بس لا، انا اللي حصل معايا غير كده. انا اللي حصل معايا كان الفرع الاولاني كان هو اللي فيه الربحية، الفرع التاني كان مصاريفه زيادة، فاخد شفط الربحية بتاعت امم. الفرع الاولاني، لحد لما الفرع التاني بقى مربح هو كمان لوحده. فبقى عندي فرعين مربحين. بس هي ما بتبقاش بالسهولة دي، يعني انت بتنفست. اوكي. هل طبقت مثلا اي فيتشرز جديده في الزمن ده؟ الاي اي، التكنولوجي، الديجيتال ترانسفورميشنز، الحاجات دي بتطبقها في شغلك ولا لا؟ وشايف ان هي مردودها ايه بطريقه ايجابيه على البيزنس بتاعك، وفي نفس الوقت لو ليها مردود سلبي؟ اوكي. هو طبعا دلوقتي خلاص بقى حياتنا كلها مرتبطة بالتكنولوجي والسوشيال ميديا، يعني شئنا ام ابينا خلاص. خصوصا لو انا فاتح مطعم، فانت ظهورك على السوشيال ميديا واستخدامك التكنولوجيا الحديثة ده امر يعني خلاص ما بقاش فيه مفر. لان المعروض في دنيا المطاعم كتير جدا. فلو انت مش امم. متميز وتعرف توصل لعدد عملاء محترم، هتتوه حتى لو انت عامل منتج كويس. يعني لازم
تقدر توصل لعدد كبير من العملاء علشان تجيت نوتس، عشان الناس تشوفك وتجيلك. ده يستلزم ان انت تبقى فاهم سوشيال ميديا، تعرف تعمل اعلانات على البلاتفورمز المختلفه. فده كل ده ليه علاقه بالتكنولوجي والموجه الرابعه، لازم تبقى فاهمه زي ما انت قلت، ولازم كمان تعرف تتعامل بيه وتطلع منه اكتر او يعني. انا مثلا الفرع الاول بتاعي ده جوه مثلا سما مول. سما مول ده مول صغير في التجمع الخامس. اوكي. هو مش متشاف، يعني انت لو معدي من بره المول مش هتشوف المحل اللي جوه. فلو انا مش عارف على السوشيال ميديا اوصل للعملاء، المحل ده كان ميت. فكان لازم تتعلم السوشيال ميديا، ولازم تتعلم اعلانات، ولازم تتعلم ازاي توصل بكي بي ايز معينه للكامبينز بتاعتك، ان هي تكون ليها كفاءه تدي لك النتيجه اللي انت عايزها. فده امر لازم تشتغل بيه. طبعا الاي اي دلوقتي بقى داخل في كل حاجه، بيساعدك في البيزنس بتاعك غير شات جي بي تي، ان انت يعني خلاص بقى صديقك الصدوق دلوقتي. هو مستفز قوي، هو عارف كل حاجه بطريقه مستفزه يعني. انت فاضل بس النقطه بتاعته، تعالى يا باشا افتح اعمل لي الحاجات دي، ويا ريت والله خلصني من. فلا هو دلوقتي حاجه مرعبه يعني. لو انت مش هتعرف تستغلها لمصلحتك، هي عيبها بقى ان في ناس تانية هتقدر تستغلها. طب في سؤال بقى جه في دماغي دلوقتي، قول. هل هو جاي يساعدك كبزنس اونر او جاي يساعدك ولا جاي يبدلك؟ حسب انت هتبص لها ازاي. ازاي؟ يعني انت هتبص لها ان انت هيبدلني، خلاص يبقى هيبدلك. يعني لو انت بس حاطط هيبدلك بيها هيشتغل لوحده يعني، ما هو في الاول وفي لا، الاخر برضه واحد هي تاني حاجه. هيستخدمه وهيبقى المايند سيت بتاعته مختلفة عنك، فهيريبليسك. اوكي. يعني انت لازم تكون مقتنع ان السوشيال ميديا دي يعني هو سكيل، هو الاي مش جاي، اي. هو سكيل دلوقتي، هو مش جاي دلوقتي الاي يبدلك. اي ده تول، اداة. زي الفيسبوك الاول ما طلع، زي الانترنت اول ما طلع، زي الاي اي اول ما هو اداة. هتخاف منها وهتبعد عنها، في واحد تاني هيشتغل بيها وهيريبليسك. اقتنعت ان هي اداة وان انت لازم تستخدمها لمصلحتك، هتستخدمها لمصلحتك وهتعدي. فحسب انت نظرتك للموضوع، زي ما ينفعش تخاف منه طبعا. خلاص ده يعني. هل كان ينفع مثلا ان الانترنت لما ينزل اقعد في البيت واقفل على نفسي واقول لا انا مش هشتغل بالانترنت؟ صح. خلاص هيجي مش هينفع. مش عارف، ساعات بحس ان انا عشان انت بتقول هو فعلا بقى مرعب وعارف كل حاجه يعني. بقيت بحس ان انا حمار قوي اول ما بفتحه، يعني مش عارف هل ده هو بيقلل، مستفز والله، هل ده مستفز. بيقلل من قيمتي انا، ولا بيكشف خبرتي الحقيقيه ان انا اصلا ما عنديش اي خبره. فاهم قصدي؟ مش عارف هل هو ده بيعمل كده ولا لا، بس ساعات بحس كتير ان انا لا، انا ما عنديش خبره، انا ما جيتش. لا انا بصراحه لما اقعد اساله اسئله معقده وبتاع، بقول له يعني احلم لي الاشيميرو رامن كذا سنه، ولا اقول له قلت اسئله لك بقى اجدع بزنس يقعد يقول لي بلان. كلام اللي هو يا ابني الذين يا جامد انت مفيش اللي هو انت اكنك ما جيتش اصلا، انت جامد فاهمني؟ جدا. بس انا شايف يعني، او برضه اسالك السؤال ده، شايف ان هو بيسرع الوتيره دلوقتي وبيساعدنا، وفي نفس الوقت يعني دي بروز، الكونز بقى بتاعته انا شايف ان هو بيكسل، صح؟ ده حقيقي جدا. يعني على قد ما هو الوتيره سريعه جدا، فانت قول انا عايز لي. اقول لك مثلا، انا هديك مثال حاجه مثلا. انا كنت عايز اعمل، عارف المانجا اللي هي الكوميك، اللي هي المانجا اللي هي اه اه الانمي، اه بس لما بيبقى قصه. بقراها فانا كنت عايز اعمل حاجه كده بتتكلم عن الرحله بتاعتي وعن المطعم بتاع ايشيميرو رامن وكده. فهو سهل، انت بتخش على الاي اي تقوم كاتب انا عايز اعمل كوميك في بعض الاي ايز المعينه يعني، يقوم يا باشا يعمل لك في 5 دقائق، يعمل لك القصه كلها بتفاصيلها، ويعمل لك افاتار لشكلك. انا لما جيت اعمل بقى الموضوع ده، انا عملته بالطريقه الياباني الاصلي بتاعت زمان المانجا، اللي هي ايه، دورت على حد بروفيشنال في الرسم ويكون كرييتيف، وقعدنا مع بعض، وقعدت انا حطيت زي سكريبت وهو قاعد يرسم. امم ولقيت ان طلعت قصه هي موجوده عندي على الصفحه، عملت منها عددين لحد دلوقتي. لا ال الشغل اليدوي ما زال ليه الجمال بتاعه، مهما كان الاي اي متطور ومهما كان بيديك حلول في سهله. حاجات مش هعوضها. طبعا. طبعا. مم. الشغل اليدوي اللي فيه تفكير او اللي فيه فن، مهما كان الاي اي هو مش هيعرف
يريبليس الفن والتفكير بتاع الانسان، هو بيساعده ان هو يوصل للحاجات اللي هو عايزها. بس ما زال مثلا لما تمسك قصه مرسومه بالايد وحاجه معموله بالاي اي، فرق السماء والارض. عشان كده مثلا الناس اللي بتحب الانمي زي حالاتي، الانمي اللي معمول بالايد ليفل تاني خالص غير الكوميكس اللي معموله بالكمبيوتر وبالجرافيكس والكلام ده كله. ده حاجه وده حاجه. حد عايز يفتح بيزنس بس يبدأ من الصفر يعمل ايه؟ وحد معاه فلوس برضه هيعمل ايه؟ ماشي. واكيد ما تقوليش ان الاثنين لاين واحد. لا اكيد لا طبعا. لا بص، لو انت عايز تبدا من الصفر، هو في حاجات هقولها للحالتين. في الحالتين لازم يبقى في حبه حاجات كده لازم تعرفها عن البيزنس. البيزنس ما فيهوش شورت كات، هو الرحله دي طويله المدى، لازم تستمتع بيها وتكون مستعد لها كوعي وكمايند سيت وكنفسيه. دي لا جدال عليها. يعني لو انت عايز تعمل البيزنس الخاص بيك، اول حاجه اهتم بيها ان انت تطور من نفسك، تبتدي تقرا كتب عن رياده الاعمال، تبتدي تشوف الناس اللي خدوا الرحله دي عملوا فيها ايه، تبتدي تشوف طريقه تفكيرك والمسلمات اللي عندك. يعني انا لما جيت اخد مثلا ابدا رياده الاعمال، خدت كورس مع حد انا مثلا بثق فيه وفي كلامه، من الناس اللي مش بيتكلموا على البيزنس خالص، بيتكلموا عن تطوير الوعي مع مذاكرتي للبيزنس. وعي بالبيزنس ولا وعي بايه لا بالظبط؟ وعي بنفسك في البيزنس. لا مش في البيزنس لا كشخص. يعني وعي بنفسي قصدي، ده هيبقى ليه مردود على البيزنس جدا. طب اشرح لي اكتر. هشرح لك. حته ان انت يبقى عندك ريزيلينس او مثابره، او ان انت يكون عندك يعني القدره ان انت تعدي بالرحله دي حاجه مش سهله خالص. وهتبقى لوحدك. ده انت مش هتبقى لوحدك، ده انت كلهم عليك. يعني انت لوحدك وهم مش سايبينك. صح. فانت علشان تعدي بالرحله دي وتوصل للكلام ده، انت لازم يكون عندك ايمان قوي جدا، لازم يكون عندك ثقه بنفسك قويه جدا، ولازم تبقى ويلنج ان انت تضحي. ولازم كل دي بقى حاجات ما يعني نفسية. لازم تطورها. نفسيه دي كلها دي مالهاش علاقه بالبيزنس، دي حاجات ليها علاقه بان انت ازاي يكون عندك تقبل ان انت تمر بظروف صعبه وبمحن وحاجات اول مره تجربها وضغط شويه وتفكير كتير، وتعدي من الحاجات دي سليم معافى، ما يجرالكش حاجه يعني. فده جزء مهم جدا لاي حد يعمل بيزنس، ان هو يكون عنده طريقه خاصه بيه هو بيحب يستريح لها، يطور بيها من نفسه، ويطور بيها من النولج بتاعت البيزنس، ان هو يقرا عن البيزنس عامه، يشوف شركات كبيره عملت ازاي، يشوف ناس كملت الرحله للاخر. وحاجه يعني جميله جدا لو يقدر يكون عنده منتور او حد يكون هو شافه عدى الرحله دي، ياخده كده ويذاكره كويس ويتواصل معاه ويساله على النصيحه. وهيستغرب ان قد ايه ناس من اللي وصلت دي بيبقى عندها حب ان هي تساعد وتشارك، لان هو بيكون عدى بنفس المراحل. فانت مش هتخترع العجله، يعني انت اللي هتعمله ده في حد عمله قبليك. صح. شوفه، اقرا قصته، تواصل معاه. مش لازم تانوفيت، يعني انت ممكن تاخد بيزنس موديل ناجح اثر كوبي على نفسك بيست. السك بالظبط. خد موديل وكلم حد يكون نجح، خليه يبقى منتور ليك ويأثر عليك السكه، بدل ما تتعلم كل الدروس دي بالترايل اند ايرور. صح. خليه يعني ينور لك الطريق في السكه مش بتاعتك. دايما الابداع يكمن ان انت تعمل حاجه جديده، ولكن ممكن يكمن ان انت تاخد فعلا بيزنس موديل وتطبقه صح. ده اسهل لك. انا عايز اقول لك، انت لو عامل حاجه غش. اول مره، لا مش هو لو لا انت يعني عامل حاجه غش، ده غش او خلاص. لو انت بقى عامل حاجه جديده خالص خالص ما اتعملتش خالص، انت مطالب منك ان انت تعمل education او تعليم للسوق كله، ان انا عامل اختراع جديد مواصفاته ايه يعني هتتعب قوي عن ان انت تاخد حاجه معموله اصلا بس فيها مشكله، او انت بتعملها اسرع او بتعملها اشطر او بتعملها احسن او بتعملها في مكان مختلف، وتسهل على نفسك السكه. دي اسهل بكتير، لان احسن الناس كتير ان انا اعمل بيزنس من اول وجديد. طبعا. بيزنس من اول وجديد دي او فكره جديده خالص ما اتعملتش قبل كده، الناس هتشك فيها وليها مصاريف جامده جدا مفيش علشان credibility. تقنع. طبعا اصعب. عشان اغلب اي حد دلوقتي عايز يعمل بيزنس يقول لك انا لازم اعمل فكره ما اتعملتش قبل كده. لا كده ابقى فيها حاجه جديده بس ما اتعملتش خالص قبل كده، دي صعب. اول حاجه يعني ما اعتقدش ان في حاجه دلوقتي ما اتعملتش يعني. ايفن اف حتى لو ما اتعملتش مش شرط تمشي، مش شرط عشان هي انت لو انت دققت في فكرتك دي ودورت هتلاقيها معموله بره في حته. هذا ما وجدنا عليه اباؤنا. ما هو ده بقى من التصوير اللي انت
اي حاجه هتفتكر ان هي جديده 100% هتلاقي حد عاملها في حته ما، مش لازم في بلدك بس بره. مم. نكمل بقى على حته الريزيلينس، ازاي قدرت تواكب الكم الاحباطات؟ اكيد مش عايز اقول فشل يعني، بس هو يعني النجاح هو يعني تحصيل حاصل من مجموعات من الفشل كتير يعني، فكنت بتواجهه ازاي؟ كنت اول بتعديه حاجه انت ازاي؟ لازم يكون عندك سلام نفسي كده. او ما تقوليش اراده بقى والجو ده عشان لا مش اراده يا باشا انا لا هو توقعات. توقعات. مم. يعني طول ما انت عارف ان هي الرحله اصلا كده، فانت هتبقى ايه مستريح. يبقى عندي ما يبقاش عندي اكسبكتيشنز عاليه قوي ان انا داخل اه انا يعني ابقى انا يعني انت مثلا جيت الشهر ده عملت مبيعات، الشهر الجاي عملت مبيعات، الشهر بتوقع بقى ايه خلاص الكيرف هيطلع، الشهر التالت تروح واقع في الارض. هو البيزنس كده. هو انت في بقى سيزوناليتيز في حاجات كتير، بس انت كبزنس لازم يبقى عندك مرونه، مرونه ان ان انت انا تتقبل الوضع الحاضر وتعرف تتعامل معه. اتقبل الخساره زي ما انا تقبلت المكسب. بالظبط. ودي نقطه مهمه جدا يعني. احنا برضو واحنا في شغل الشركات وكده انت دايما بيبقى عليك ضغط ان انت دايما تاتشيف كي بي ايز وتبقى على طول مستمر في التحسين. ده حاجه صعبه جدا. لو انت بتبدا البيزنس بتاعك لازم تكون عندك تقبل ان هيبقى في اوقات فوق اوقات تحت، وان الخساره دي مش حاجه وحشه، كنت تحت كتير قوي. وان التحت كتير قوي، وان لازم تعرف ازاي تاخد الخساره دي وتبقى هادي، لان الناس كلها الفريق اللي معاك بيبص لك، فلازم انت تبقى هادي وتعرف ازاي تاخد انت العبء ده على نفسك، وتاخد انت الخساره دي وتطلعها الربح بالفريق من غير ما تاثر على الفريق. ممكن انا مثلا لو الخساره دي اطلع مشاكل كلها في الناس، هتخسر، ما ينفعش تعمل كده. فانت لازم يكون عندك الريزيلينس او المرونه ان انت ايه، تبقى عارف ان هي رحله كده، وان باذن الله تبقى عندك ايمان ان في اخر الرحله هتاخد ثواب كل اللي انت عملته ده، كل التعب ده انت مؤمن ان في الاخر هيجي لك نتيجه 100%. طبيعي الأحسن لو احنا نيجي نتكلم على أرض الواقع يعني بشكل عملي، إن الشغف هو اللي يحركني في ده ولا المسؤولية؟ بصراحة لازم ميكس بين الاثنين، مش هينفع اقول لك ولا دي لوحدها ولا دي لوحدها. بمعنى ايه؟ يعني لو انت عندك الشغف بس انت واخد الموضوع بقى شغف وكده، يعني انا بقى انا هكسب ان انا هقعد اتفرج على انمي أنا بس. عايز أحقق حلمي، انا عايز أحقق ذاتي. انا هتفرج على انمي واديله فلوس. لا، لازم مسؤوليه، ولازم تكون مسؤوليه مؤلمه. مؤلم. يعني يعني ان انا لو ما نجحتش هتضرر، او ان لا انا لازم ابقى مكمل لحد لما ان شاء الله انجح. استمرارية. استمراريه، يكون عندك دافع كده قوي، يعني سميه بقى دافع نيجاتيف او دافع ان هو ايه، انا مش هتحط في موقف ان انا ما يكونش معايا فلوس او ان انا ما اقدرش اصرف على البيت. يعني ما اعتمدش ان انا هبقى دايما ماشي بحته اللي هو انا شغوف في الحته دي، فانا اول لما ازهق خلاص لازم ابقى ديديكيتد ليه. هو الشغف مستمر. ده حاجه بتساعدك ان انت ايه، انت كده كده مستمتع. يعني انا المتاعب اللي بتحصل دي بس انا بعمل حاجه انا بحبها اصلا، فانا فريش يعني عادي مبسوط، كده كده انا مبسوط، نجحت ما نجحتش انا بعمل حاجه بحبها. حلو. بس لازم يكون عندك برضه المسؤوليه ان انت، طب انا لو انا تعبت بقى زياده لا لازم اكمل برضه. ما انا هو انا صحيح بعمل حاجه شغف بس ممكن اوقات اقع فيها، يعني مش دايما هبقى بكسب، ومش دايما اكون مبسوط وانا شغال. ومش دايما هكون مبسوط. الله ينور عليك. دي تيجي هنا حته المسؤوليه، لازم الزم تزقك نفسي. تكمل. الزم نفسي. اه صح. عمرك ما هتبدا يعني من غير مسؤوليه، وعمرك ما هتخلص من غير استمراريه يعني. بالظبط. صحيح. لو حابب تقفل هتقول ايه في اخر الموجه الرابعه؟ لا هقول ان الرحله تستاهل. يعني اي حد عايز يعمل مشروع والمتعه في الرحله ولا الوصول؟ بص هي المتعه في الناس اللي هيبقوا حواليك وانت في الرحله. انت مش لسه قايل ما كانش في حد حواليك؟ انت كنت لوحدك. بس انا عايز اقول لك ان كل الناس اللي كانت في الاول مثلا بتقول لي يا عم ايه اللي انت بتعمله ده وانت اصلا بتعرف تطبخ ولا كل التعليقات النيجاتيف بقوا معاك بعد كده؟ بقوا معايا يعني 500%. هم كانوا الاساس اللي خلاني اوصل. يعني انا طبعا المدام ربنا يبارك لها هي الاساس معايا في الاول. يعني كانت الفكره بعيده جدا عن ان احنا نتخيل ان هي هتنجح في الاول خالص، بس لما خدنا خطوات كانت اكتر دعم ليا يعني بطريقه ما حدش يتخيلها. انا عايز اقول لك ان
كل فشلي في ان انا اعمل الطبق هي كانت بتخش معايا، هي شاطره في الطبيخ، كانت بتصلح لي الحاجات دي لحد لما عملنا الرامن اللي انت شايفه دلوقتي ده. فانت بس المهم ان انت تكون مؤمن نمره واحد، وتكون عارف ان لو انت عملت المجهود بنفسك ان الناس دي كلها يعني هتقف معاك، ربنا يوفقك في السعي بتاعك، والناس دي كلها هتتحول بدل ما هي كانت ضدك لما تلاقي نتيجه، او هتلاقي ان انت حتى ما وصلتش لنتيجه بس مصر، هيساعدوك. بس ما تعتمدش عليهم، يعني ابدا انت، وهم لما هيشوفوا فيك جنديه هيقفوا بقى، والرحله تستاهل 100%. الله، انت شبه اليابانيين على فكره، يا والله شفتني او البندانه اللي عندي. انا مبسوط ان انت كنت معايا النهارده يا ربنا عمرو، يخليك يا اسامه، اتشرفت جدا بيك، الله يبارك وده عايز اقول لك كان ادد فاليو خطيره ليا، يعني فيك. تقريبا انا اكتر واحد استفدت في الموضوع ده. حبيبي العفو العفو. واتمنى ان احنا نقدر، دايما بحب التمس النية ان انا يعني مش تنظير والله خالص، ولكن اي حاجه على ارض الواقع ان احنا نحاول نقدمها للناس وتبقى افاده ليهم. يا رب. يعني نتمنى ان احنا دايما نقدر نكوب التطور اللي بيحصل ونواجبه، وما نبقاش متاخرين، ودايما نحاول ناخد الفوائد والبروز اكتر ما احنا بناخد الكونز منها. تمام. ومبسوط اني شفتك النهارده، وانا كمان يا اسامه، وان شاء الله في حلقه جديده اشوفك على تانية خير ان اشوفك شاء على الله. خير باذن الله الله. يكرمك. شكرا.